بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضيات تانية إعدادي الترم الأول. إن شاء الله النهاردة هنراجع أسئلة عامة على المنهج كله. اختر هنحل اختر إن شاء الله النهاردة اللي في ملزمة المراجعة النهائية. طبعا دي ملزمة المراجعة النهائية اللي المفروض حضرتك تكون تابعها علشان هتذاكر منها ليلة الامتحان إن شاء الله. دي ملزمة المراجعة النهائية. عندك ملخص لك الجبر كله، تمام، وملخص لك الهندسة برضو، تمام، الجبر بالتحليل بكله، ملخص لك كل حاجة أنواع التحليل كلها، والهندسة وأنا برضو شرحتها زي في الهندسة، ملخص لك المنهج كله وملخص لك الإحصاء. فيها 7 امتحانات في الاخر، 7 امتحانات متوقعه هنحلهم ان شاء الله. بس دلوقتي ايه؟ هنحل اختر اللي هنا. تمام، يلا يا دكتوره بسمله اتفضل ابدأي. يلا. اي من الاعداد الاتيه عدد غير نسبي؟ مين هنا اللي عدد غير نسبي يا بسمله؟ الو، بسمله سامعاني؟ طب يلا يا ادم، مين هنا عدد غير نسبي؟ انتوا سامعيني ولا لا؟ انتوا ماشييني ولا ايه؟ هو كده. عدد غير نسبي جذر كام؟ الجذر 5. العدد غير نسبي هو العدد اللي تحت الجذر ملوش جذر. العدد اللي غير نسبي هو العدد اللي تحت الجذر ملوش ايه؟ ملوش جذر. هيكون كام؟ هيكون جذر 5. اللي بعده. يلا يا سما، إذا كانت A بتنتمي لاتنين مفتوحة وخمسة مفتوحة فإن A يمكن أن تساوي. ال A هتساوي يا إما 3 يا إما 4، فهنا موجود 4. تمام. هي الإما بين اتنين وخمسة، بس الاتنين مش معايا والخمسة مش معايا لأن هم مفتوحين فمش معايا. يلا رتاج. A زائد جذر 5 بصفر فإن قيمة إيه؟ سالب جذر 5. سالب جذر 5. لأن أي عدد زائد معكوس الجمع بصفر. أنا بحل يخطر أهي يا ليلي. ماشي. يلا يا قرين، إحنا حلينا رقم 3. يلا رقم 4. جذر 18 زائد جذر 32. هنفصصهم. جذر 18 هيبقى لا، 2 في 3. أنا فاهم إن أنت عارفة تفصصيهم، بس اعمليهم على إيه؟ على الآلة وريح دماغك. جذر ماشي. 18 زائد جذر زائد 32 تطلع كام؟ 7 جذر 2. بس حاجه زي كده اعملها على اللي بعده. تمام. يلا يا ليلي. A B كله أس 3 على B أس 3. ليلي. A B أس 3 على كله أس 3 على B أس 3 تبقى إيه؟ هوزع أس 3 مرة على A ومرة على B. تبقى A أس 3، تمام، B أس 3 على B أس 3. دي راحت مع دي. اتفضل لي A أس 3 أول واحد. يلا يا حفصة. رقم 6. ما العامل المشترك الأكبر بين حدود كثيرة الحدود دي؟ 12 إكس تربيع ناقص 8 إكس. هيبقى مين؟ 4 4 اكس، لان عند ال 12 وال 8 يبقى له الاسم على هتبقى مين؟ 4. على الاربعه. والاكس تربيع والاكس ناخد اكس يبقى 4 اكس. طبعا هي 12 وال 8 يبقى على الاثنين برضه، بس انا باخد الكبير. هم بيقولوا على الاثنين ولا اربعه؟ انا بقول لك عامل مشترك اكبر يبقى ناخد الاربعه، والاكس تربيع والاكس ناخد اكس الاصغر في الاسس. يلا يا حنين. اي مما يلي يمثل تحليل كسرة الحدود اكس تربيع زائد اكس ناقص 20. هنعمل قوسين اكس واكس 4 في 5 موجب وسالب اللي هي رقم د. تمام. يبقى انا هعمل قوسين، ده ثلاثي بسيط. بنعمل قوسين اكس واكس. كام في كام ب 20 واطرحهم يدي واحد. 4 في 5. الاخير ناقص يبقى الكبير في دول ياخد شكل في النص. مين الكبير؟ تاخد الخمسة. شكل في النص والتانية عكسها. يبقى رقم ألف يا دكتورة، مش رقم تاني، مش رقم تاني. خدي بالك كويس. يلا نعم. إذا كانت ثلاثية الحدود دي تمثل مربع كامل فإن البي. ده تساوي جذر الأول في جذر في الأخير في 2. جذر الأخير تمام. 2. ده الأوسط. ده الأوسط. الأوسط بيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الأول جذر الإكس تربيع إكس في جذر الأخير جذر ال 25 5. يبقى تساوي موجب أو سالب كام؟ جذر 10 سالب 10. إكس. يبقى هي موجب أو سالب 10. لان انا محتاج الاوسط. موجب او سالب 2 في الجذر الاول في الجذر الاخير. نعم يا ادم. مستر، هو لو كان اكس اس 2 زائد ناقص اكس زائد 20 الا كان هيبقى ايه؟ اكس اس 2 ناقص اكس زائد 20. اه. لا، طول كام في كام ب 20 واجمعهم يدي واحد. مفيش. ما تحلش. تمام. تمام. ماشي. اللي بعده. يلا يا احنا قلنا نعمه. يلا ردينا. اكس تربيع ناقص بي تربيع بتساوي اكس ناقص 3 في اكس زائد 3 فان البي.
البي بتساوي 3. غلط. موجب او سالب 3. اقول لك ليه. ما هو لان عاوز انا البي من دون التربيع. حلو. ما هي البي من دون التربيع موجب او سالب. هقول لك ليه. المفروض دول لما اضربهم في بعض يبقى اكس تربيع ناقص 9. صح ولا لا؟ لان اه دول مترافقان، القوس شبه القوس ما عدا الاشاره. فبضرب اول في اول ناقص تاني في تاني، اكس في اكس باكس تربيع ناقص 3 في ناقص 3 في 3 9. فكده البي تربيع بتساوي كام؟ تساوي 9. لما اخد جذر تربيعي يبقى البي هتساوي كام؟ موجب او سالب 3. فهمت يا دكتوره؟ خلي بالك. اه خلي بالك. تمام. يلا يا سما. تمام. سما الصريف اتفضلي. إذا كان إكس زائد واي وواي زائد بي بتساوي المقدار ده، فما قيمة A ناقص B. امم هنعمل بالتقسيم الأول. ده هناخده بالتقسيم. اكس زائد اكس واي زائد 5 اكس، وهناخد دي مع بعضها. دي هناخد منها عامل مشترك. إكس تبقى اكس إكس هيتفضل لي واي مين؟ واي زائد واي 5. زائد 5. لما هتبصي يتفضل لي واي زائد 5 زائد، دول هاخد منهم عامل مشترك. 7 لما اخد عامل مشترك يتفضل لي مين؟ واي زائد 5 واي زائد 5. تبقى إكس تمام. زائد مين اللي بيتكرر؟ واي زائد 5 مم. في مين؟ في إكس زائد 7. زائد 7. الاكس جنبها 7 والواي جنبها 5. يبقى الاكس جنبها 7 والواي جنبها كام؟ 5. بس كده. يبقى الايه ب7 والبي بكام؟ 5. يبقى 7 ناقص 5 يبقى كام؟ نعم 2. تمام؟ مستر. نعم. معلش معلش بعد إذنك بس أروح أشرب عشان كنت ماشي. صايمة. ماشي. يلا يا اسماء عبد اللطيف اتفضلي. عند اكمال المربع نضيف اليه. عند إكمال المربع للمقدار إكس أس 2 زائد 12 إكس مضيف إليه آه، 9. 9. انا ممكن اجرب الاختيارات على فكره. اولا هو ما ينفعش موجب وسالب 9. لا معلش ده اكمال مربع. آه عاوز اعمل اسمها ايه؟ عاوز اعمل ده اكمال مربع. فانت ممكن تجرب الاختيارات. هل موجب او سالب 9 ولا موجب او سالب 36؟ خلي بالك ده اكمال مربع مش مربع كامل. في فرق. اكمال مربع مش مربع كامل. خلي بالك يعني ده لازم اكمال مربع. لو قال لي مربع كامل كنت تقول لي انت بتقول لي عليه 9. انما ده اكمال مربع لا. فهنعمل ايه؟ هنجرب الاختيارات. طبعا انت بتحط العدد مره بالموجب ومره بالسالب عشان تعرف تحلله، عشان تعرف ايه؟ تحلله. فانا هستبعد دي وهستبعد دي، لان لازم احط واحده موجب وواحده سالب، يا موجب او سالب 36 يا موجب او سالب 9. لو حطيت 36 هيبقى المفروض اللي في النص بيساوي 2 في جذر الاخير في جذر الاول. جذر 36 6 وجذر الاكس اكس، يبقى 2 في 6 ب 12. يبقى فعلا يبقى انا هحط موجب او سالب كام؟ 36. فهمتي ولا اقول تاني؟ ده اكمال مربع مش مربع كامل. خدي بالك. اكمال مربع لازم العدد اللي هحطه احطه مره بالموجب ومره بالسالب. يعني هي ايه؟ ركز معايا يا عم الحاج. هي اكس تربيع زائد 12 اكس. انا عاوز اعملها اكمال مربع. فايه العدد اللي هضيفه هنا؟ هعمل ايه؟ هضيف موجب 36 واطرح 36. ليه؟ عشان ده كده يبقى مربع كامل. خلاص؟ احلل ده مربع كامل. قصوا عليه تربيع. جذر الاول الشرط الاوسط جذر الاخير ناقص 36. وبعدين احلل ده فرق بين مربعين. اكس زائد 6 هنا وهنا، وبعدين جذر 36 6 هنا وهنا، واحده سالب واحده موجب. فهمنا يا جماعه؟ خلاص. فانا لازم اخد بالي كويس جدا. ماشي. اكمال مربع. خلاص. ناخد بالنا كويس جدا. اكمال مربع مش مربع كامل. وكده كده الامتحان كله جالك اختياري فانت هتجرب. محمد عبده اتفضل. 64 هنا في تمام. زائد يا محمد بس مش مكتوبه. هنا في زائد بس مش مكتوبه. اه كمل يلا. 4 ما قيمة 64 زائد 64 زائد 64 زائد 64. هنعمل ايه؟ خد واحده منهم. 4 مرات. خد واحده منهم واضرب في كل عددهم. خد واحده منهم واضرب في عددهم. هما واضرب كام في واحده؟ عددهم. هما 4. 4 أس 1. يبقى 4 أس كام كده كله؟ 4 أس 3. جدع. لان انا في حاله الضرب بجمع الاسس تاني. لما يجي لي حاجه زي كده باخد واحده منهم 64
واضرب في عددهم 4، يبقى 4 أس 2 في 4، في حالة الضرب بمجمع الأسس يبقى 4 أس 3. نعم يا عم الحاج. هو لو ضرب هيبقى ايه بقى؟ لو لا، لو ضرب. ضرب تجمع الأسس عادي. 2 و2 4، 4 و2 6، 6 و2 8 بس. تمام. يوسف حسين، أي مما يلي يكافئ الجذر التكعيبي الخمسة في الجذر التكعيبي 25. أي حاجة كده على اللي في الاختيار يعملها على إيه؟ على الآلة. أعمل جذر تكعيبي لخمسة في الجذر التكعيبي ل 25، ودي يساوي، طلعت لي كام؟ 5 بس. ورايح دماغي. فهمنا يا جماعة؟ أي جذور في الاختياري كده أعملها على إيه؟ على الآلة لو تنفع تتعمل عليها. ماشي؟ اللي بعده. يلا بسملة، بسملة أنت هتجاوب ولا المايك عندك بايظ؟ نعم يا حنين. مستر انا ملحقتش اشوف تلعب بكام. هي اللي طلعت بكام؟ المسألة اللي قبلها ملحقتش. تمام. 5. ما أنا بقول لك اعمليها على الآلة. تمام. لا ركزي. يلا يا بسملة المايك معلق. يلا سامح حمدي. جذر التكعيبي 3 زائد الجذر التكعيبي 3. سامح حمدي. جذر تكعيبي. آه، 2 الجذر، المفروض 2 الجذر التركيبي ل3. المفروض 2 الجذر التكعيبي ل3. هل موجود في الخريطة 2 الجذر التكعيبي ل3؟ لا. لا، طب ما أنا انا هدخل عندي الاتنين 2. هتبقى 2 في 3 في 6. ايوه انا عندي 2 الجذر التكعيبي ل3 بتساوي، هدخل الاثنين جوه مضروبه 3 مرات، يبقى الجذر التكعيبي ل3 في، لما اضرب الاثنين 3 مرات تبقى 8، يبقى هتساوي الجذر التكعيبي لكام؟ ل 24. 24. رقم الف، خدي بالك. او لو عملناها على الاله هتطلع برضو نفس الكلام. الجذر التكعيبي شيفت واعمل جذر كده تكعيبي ل3 زائد شيفت واعمل جذر تكعيبي 3 هيساوي كام؟ طبعا المفروض تجيب لك جذر، ماشي ما تعملش جذر تكعيبي على الاله عشان تبوظ لك الدنيا. نعم يا اسماء. ولو كانت جذر تربيع فهنضربها في نفسها مرتين صح؟ مرتين لو 2 جذر تربيعي ل3، يعني بص فرقوا بين، انا لو عاوز ادخل عدد تحت جذر تكعيبي وعاوز ادخل عدد تحت جذر تربيعي، ده اضربه 3 مرات يبقى جذر تكعيبي ل3 في 8، يبقى جذر تكعيبي ل 24. ده عاوز ادخل عدد جوه اضربه مرتين، يبقى جذر تربيعي ل3 في 4، يبقى جذر 12. نعم يا ليلى. مستر في المسألة اللي فاتت اللي احنا كنا بنضرب فيها دي ولا بنجمع، بتاعة الجذر التكعيبي، أنا عملتها على الآلة عادي طلعت لي أرقام عشرية ماشي، فأنا ممكن أجرب الاختيارات كلها وأعمل اللي زيها صح؟ ماشي بالظبط صح جدع. ماشي تمام. اللي بعده يلا يا ريتاج، او يلا يا ليلي قصدي، يلا يا ليلي. ما ماشي. الفترة الناتجة عن 2 اتحاد 2 مفتوحة و5 مفتوحة؟ تبقى 2 مغلقة و5 مغلقة. طالما قال لي اتحاد، قال لك مم. فترة اتحاد مجموعة، فترة اتحاد مجموعة، بقفل القوس اللي جنب الأرقام المتشابهة. بقفل القوس اللي جنب الأرقام المتشابهة. يعني هي 2 اتحاد، الفترة دي من 2 ل5، بس مش معايا 2 و2، يعني مش معايا، معلش، مش معايا الاثنين ولا الخمسة. دي فترة مفتوحة، الاثنين مفتوحة وخمسة مفتوحة، مش معايا ولا 2 ولا 5. طب ما الاتحاد 2 هزود لهم 2 خلاص تبقى 2 مغلقة وخمسة زي ما هي مفتوحة. رقم ده. يلا يا ريتاج. ما تقدير العدد الجذري التكامل 25 لأقرب عدد صحيح؟ 3. لو عملتها على الآلة هطلع لي 3، أو من غير ما أعملها على الآلة. عندك الجذر التكعيبي ال 25، هات لي عدد بعده ليه جذر تكعيبي ال 27، عدد قبله ليه جذر تكعيبي ال 8. ال 25 أقرب لل 8 ولا لل 27؟ أكيد مين؟ ال 27 اللي هي جذرها كام؟ 3. ماشي. يلا يا ريم. اكس تربيع واي ناقص اكس واي تربيع. شدوا حيلكم يا جماعة. تمام، هناخد الإكس مشترك. هناخد دي فرق الاكس. بين لا مربعين. مش فرق ده لازم يكون ده اللي جذر تربيع وده اللي جذر تربيع، هي الواي ليها جذر. اه لا، هناخد اكس هناخد واي عامل مشترك. إكس واي. اكس واي عامل هناخد مشترك. هتبقى إكس على إكس بإكس، واي على واي راحت مع طارت بعضها. اه ناقص اكس سالب على اكس طارت، واي تربيع على واي بواي، واي. يبقى رقم واحد. فهمت يا لسه؟ على فكره انا كنت بحلهم امبارح لوحدي، بس قلت لا ندخل ونحلهم كلنا مع بعض عادي مفيش مشكله. يلا يا حفصه رقم 18. إذا كانت إكس أس 2 ناقص واي، إكس ناقص واي بتساوي 8 وإكس زائد واي بتساوي 10، فما قيمة إكس أس 2 ناقص واي أس 2. إكس أس 2 ناقص واي أس 2 ده أصلا فرق من مربعين،
هتبقى اكس ناقص واي واكس زائد واي، فهنضرب 8 في 10 ب80. ممتاز. اللي بعده يلا يا حنين. تمام. إذا كان 2x ناقص 1 بتساوي 1، فما قيمة الإكس؟ هنعمل 2 أس x و2 أس -1. تمام. طب ليه؟ أي عدد أس صفر بكام؟ 1. بس يبقى إكس ناقص واحد بصفر، يبقى الإكس بكام؟ بواحد. بس فهمتي؟ دي غير اللي أنت قصدك عليها، دي غير اللي أنت قصدك عليها، اللي أنت قصدك عليها كده 2 أس إكس بتساوي مثلا 5. أنا عاوز 2 أس إكس زائد واحد، فأعملها إيه؟ أعملها 2 أس إكس في و2 2 أس واحد. 2 أس 1. 2 أس إكس بخمسة، و2 أس واحد ب2، 5 في 2 ب10، ده اللي أنت قصدك عليه. فهمتي؟ هنا أي عدد الصفر بواحد، فالإكس ناقص واحد بصفر، يبقى الإكس بكام؟ بواحد. نعم، كل ده تمام. رفع ايده ليه؟ نعم يا آدم. مش فاهم الحتة دي. حتة ايه؟ أي عدد أس صفر بواحد، أي عدد أس صفر بكام؟ بواحد، فالإكس ناقص واحد ده المفروض تبقى بصفر عشان 2 أس صفر بواحد، فهمت؟ فالإكس ناقص واحد بصفر يبقى الإكس بواحد اه بس. نعم يا ليلى. مستر، هي ايه لازمة الإكس على الآلة؟ معناها ما بتعملش أي حاجة، يعني ما بتحللناش حاجة. لا، ما الإكس على إيه؟ ما هي على ما 2. بتحللش حاجة، يعني أنا جربت المسألة دي عليها ما طلعتش حاجة. 2 أس ثانية، إكس بنعمل ألفا القوس ده ناقص واحد، بص هو دي. تمام، لا مش كده، ودي تمام، دوس ألفا، لا ما دوسيش ألفا، دوسي ماشي، هي بتساوي واحد صح؟ ماشي، اعملي كده ودوسي الفا يوز دي طلعت لك يساوي، واكتبي واحد، دوسي شيفت دي كالك ودوسي يساوي، هتطلع لك الاكس بواحد. شفت؟ تمام. شفت انا اقدر اعملها على الاله، على فكره اقدر اعملها على الاله، بس مش هقول لكم عليها ما احنا عملنا المره اللي فاتت اصلا. يلا يا اخر حد يجاوب مين؟ حنين. يلا ليندا، اتفضلي. طبعا 20. ليندا 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 يا ليندا، يا ليندا الو، هو ار يو؟ يلا نعمل. مع حضرتك يا مستر. ايوه عند ليندا كده. يلا ايه لا تنتمي لسالب واحد وثلاثه، الايه يمكن ان تساوي كام؟ صفر. طيب جدع. ليه؟ هي ما لأنها نكتة. معلش لا، لا ايوه للاسف، هي مش بتنتمي، هي مش موجوده. انت عندك خط الاعداد اهو، سالب واحد صفر واحد اتنين تلاته صح؟ أيوه. سالب واحد مفتوحه وثلاثه مغلقه صح؟ أيوه. الايه مش هنا، الايه مش موجوده، مش موجوده. ما هو لا تنتمي يعني مش موجوده، يبقى الايه ممكن تكون كام؟ هل ثلاثه؟ لا، ثلاثه موجوده. هل اتنين؟ موجوده. هل صفر؟ موجود. يبقى كام؟ سالب واحد، سالب واحد. لان سالب واحد مفتوح. فهمت يا دكتور؟ أيوه. ركزي. يلا يا نعمه، اتفضلي. تمام. إذا كان إكس زائد بي يساوي 5، وإكس زائد A، إكس أس 2 زائد A يساوي 12، فما قيمة القيمة العددية لمقدار إكس تكعيب زائد بي إكس تربيع زائد A إكس زائد A بي. مم. هناخد تمام. اول حدين مع هناخد بعض واخر بالراحة. حدين مع ايه؟ طالما اربع حدود تعليل بالتقسيم، اول حدين مع بعض واخر حدين مع ايه؟ بعض. آخر مع بعض. هناخد تمام. من العامل المشترك. ناخد الإكس تربيع عامل مشترك. اتفضل لي. هتبقى لي إكس وبي. زائد بي، لان اكس تكعيب على اكس تربيع باكس، واكس تربيع على اكس تربيع طرد، اتفضل لي. زائد هناخد من العامل المشترك. هناخد الإيه عامل مشترك، هيتبقى لنا إكس زائد بي. تمام، من القوس اللي متكرر إكس زائد بي. ناخد عامل ناخد مشترك، عامل اتفضل لي مشترك، مين؟ هيتبقى لنا إكس تربيع زائد إيه. عوضني الاكس زائد بي بكام؟ إكس زائد بي ب5، والإكس في الاكس تربيع زائد تربيع ايه؟ زائد إيه ب12. 5 في 12. 5 في 12 ب60. جزاك الله كل خير. يلا يا محمد يا عبد اسال. يا مستر، هو احنا عادي ينفع لو خدنا البي اكس تربيع مع الاي بي والاكس تكعيب مع الاي اكس؟ ما فيش مشكله عادي، شوف هتطلع لك نفس الحاجه ولا لا. لو طلعت لك نفس الحاجه تمام، ما طلعتش لا خدهم زي ما هم. انا في العادي يا محمد باخد كل حدين جنب بعض أو مع بعض، لو ما نفعتش ببدا اجرب بقى اقلب اغير. فهمت؟ تمام. ماشي، نعمل ايه؟ طب يا مستر، امتى في التقسيم بناخد أول 3 حدود؟
لو عندي 3 حدود لهم جذر تربيعي. لو عندي 3 حدود لهم جذر تربيعي. تمام؟ ماشي. يلا يا ردينا اللي هتمتحني يوم الأحد، صح؟ جذر 93 عندك ب9. صور 4. إيه؟ 4. 4. ممكن أجرب الاختيارات على الآلة عادي جدا، أو أنا عندي كده كده جذر 3 أس 4. طالما في جذر وفي أس ناخد نص الأس. طالما في جذر تربيعي وفي أس ناخد نص الأس. يبقى 3 أس 2 ب9. يبقى هي ال N بكام؟ ال N ب4. عشان بس نبقى فاهمين. طب لو أنت عندك بص، جذر 3 أس 6 يبقى 3 أس كام؟ 3. الجذر 3 أس 8 يبقى 3 أس كام؟ أس 4 وهكذا. طالما في جذر وفي أس ناخد نص أس. طب لو جذر تكعيبي بقسم الأس على 3. يعني الجذر التكعيبي ل 2 أس 6. اقسم الأس على 3. 6 على 3 فيها 2 يبقى 2 أس 2. بقى. فهمنا يا جماعة؟ عشان بس إيه تبقوا فاهمين الكلام ده. اللي بعده، يلا يا سما الصليب. اكس في A زائد B زائد واي في A زائد B. اكس زائد واي وايه زائد بي. تمام، هناخد A زائد B عامل مشترك اللي متكرر. اتفضلي مين؟ اكس زائد واي. اختيار رقم كام؟ رقم ب. الصورة واضحة يا جماعة ولا لأ؟ الصورة واضحة كويس ولا بطيخ؟ أيوة واضحة. تمام، يعني واضحة. الناس كلها شايفة؟ عشان لو مش شايفين ممكن أكبرها لكم أكتر من كده، بس مش هشوفكم أنتوا شخصيا. بس يلا مش مشكلة. رقم 24. يلا يا آدم فاخر من الآخر. كان إكس ناقص 5 أحد عاملي ثلاثية الحدود. 2 إكس أس 2 ناقص 7 إكس ناقص 15. فإن العامل الآخر على إيه؟ ده ثلاثي غير إيه؟ غير ثلاثي غير بسيط. بسيط. وبحل فين؟ طالما الإكس تربيع دي جنبيها رقم غير واحد يبقى ده ثلاثي غير بسيط، صح؟ هنعمله على إيه؟ على الآلة. تعمل مود، تشوف إيكويشن ده عندك رقم كام، وبعدين 3. معامل الإكس تربيع 2 يساوي معامل الإكس سالب 7 يساوي الحد المطلق سالب 15. معلش سالب 15 ودي يساوي الإكس ب5. يبقى القوس الأولاني إكس ناقص 5 اللي هو عطوهولك. أنا كده محتاج أجيب القوس مين؟ التاني. هتساوي يساوي. طلع لي سالب 3 على 2. معناتها كده إيه؟ ها 2 واحد إكس. لا 2 إكس زائد 3. فهمت؟ شرحتها قبل كده يا عم آدم هو وشرحتها لك أنت خصوصا. نعم؟ وباي نص وباي. بتقول إيه؟ هو طلع لي 1.5 وباي شكل باي كده. إيه 1.5 باي دي؟ طلعت لك أنت تلاقي دوست اس دي. باي. بتقول إيه؟ اعمل تاني معاك الآلة. أيوه معايا. دوس شيفت 9 3 يساوي. دوست. اه. دوس بقى مود. الكونشن عندك رقم كام؟ 3. ماشي، دوس انت 3 وبعدين دوس 3 بعديها. تمام. معامل الاكس تربيع 2 دوس يساوي. معامل الاكس سالب 7 ودوس يساوي. الحد المطلق سالب 15 ودوس يساوي. جبت الاكس الاولى ب5 يعني القوس اكس ناقص 5. دوس يساوي. يبقى جبت الاكس الثانيه. دوس يساوي جيب الاكس الثانيه كام؟ سالب 3 على 2 يبقى. فهمت؟ قالتك كانت بايظه. اللي قالته تبوظ يا جماعه في الامتحان. او انا بص، انا كده عاوز ارجع الاله لاصلها. ادوس مود 1. طب لو لقيتها بايظه ادوس شيفت 9 3 يساوي هظبط الآلة. يبقى شكرا. الكسر بيطلع لي سالب 3 على 2 سالب 3 على 2 يبقى 2 اكس زائد 3. فهمت؟ ماشي. طب لو طلع لي سالب 1 على 2 يبقى 2 اكس زائد 1. طب لو طلع لي 3 على 4 يبقى 4 اكس ناقص 3. بضرب دي في اكس واغير الاشاره. ده اللي هو على. يلا يا اسماء رقم 25. إذا كان A الجذر التكعيبي ل2 بيساوي الجذر التكعيبي ل3 فالجذر التكعيبي ل10 فال A ممكن تساوي 30. 30 لان 3 في 10 بكام؟ 30. 30. فهضرب الجذر التكامل كام في الجذر التكامل 2 يديني الجذر 30 كام؟ 15. انتوا فاهمين يعني انت جرب الاختيارات. هل ينفع لو حطيت دي 30؟ طب ما دي اصلا دي الجذر التكامل 30 اصلي. يعني دي اصلا الجذر التكامل 30 ده الجذر التكامل 30. فلو حطينا 30 جذر التكامل 2 لا.
طب لو حطينا جذر تكعيب 30 لا تبقى جذر تكعيب 60 لان انا بضرب اللي جوه. طب 15 لا. طب لو حطينا جذر تكعيب 15 هتنفع، هتبقى جذر تكعيب 30. فهمتوا؟ انت اسهل حاجه ان انت الامتحان بتاعك كله اختياري ما فيهوش اكمل، فانت جرب على طول على الاله. نعم يا ادم. يعني ايه؟ مش فاهم الحته دي. دول بكام؟ 30. يبقى لا، الجذر التكعيبي ال 30 بتساوي ايه الجذر التكعيبي الاثنين، صح؟ اه عاوز اتخلص بالجذر التكعيبي الاثنين، يبقى هقسم على ايه؟ على الجذر التكعيبي الاثنين، صح ولا لا؟ صح؟ دي راحت مع دي. فهمت. يبقى الايه بكام؟ تكعب. بالجذر التكعيبي ال 15. تمام. بس ريح شكرا. دماغك. تمام؟ حليت لك زي معادله. يلا ليه نعم؟ يلا دخل متاخر ده انا هنفخك. اذا كانت ثلاثيه الحدود تمثل مربع كامل فما قيمه الكي؟ اوكي. اوكي، هي التالتة. المفروض ان هو الجزء اخير. هي الثالثه ازاي؟ ده الاولى. الاولى. انا ممكن احلها من غير ما اعمل اي حاجه، اقول لك ازاي. مش ازاي؟ الحد الاول ده لازم يكون موجب وليه جذر تربيعي؟ ايوه. فولا دي ولا دي ولا دي. يبقى 25. لا، ليه؟ 25. لان انا قلت ده، لا ده ثلاثي مربع كامل، فلازم يكون الاولاني ده الكي مكانها رقم موجب وليه جذر تربيعي. طب نجيب، مم. هل ده موجب؟ لا. لا ده موجب او سالب، بس هو ليه جذر تربيعي ما ينفعش. طب هل ده ليه جذر تربيعي؟ لا. طب هل ده ليه جذر تربيعي موجب؟ لا. مفيش غير مين؟ 25. 25. طب عاوز اجيبها انا بالقانون. هي كي اكس تربيع ناقص 30 اكس زائد 9. كي اكس تربيع ناقص 30 اكس زائد 9. تمام. انا عاوز اجيب الحد الاول. ان الحد الاول بيساوي الاوسط تربيع، الاوسط تربيع على 4 في الثالث، صح؟ ايوه. يبقى هيساوي، اعمل دي على يطلع لك 900 اكس تربيع. يعني اعمل 30 على يطلع لك 900، 30 تربيع واكس تربيع على 4 9 ب 36. اقسم لي 900 على 36. 25. 900 على 36 يطلع لي كام؟ 25. يبقى 25 اكس تربيع، اكس تربيع موجوده يبقى الكيب كام؟ 25. اتفقنا يا مسيد؟ ماشي. اتفقنا. يلا يا حاجه مريم. اي الاعداد التاليه عدد غير نسبي يقع بين 2 و3؟ مريم. يا ماريا، الو الو ماريا، حاضر الو يا الو. سلام حضرتك. مم. أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي يقع بين الاثنين والثلاثة؟ عدد حاضر. غير نسبي يعني لازم يكون تحت الجذر عدد ملوش جذر، صح؟ اه صح. هل ده في جذر اصلا؟ لا. لا. هل ده في جذر؟ لا. لا. هل ده في جذر؟ ايوه. ثانية تعالى واحدة. اعمله على الآلة كده، جذر 2.5 علامة 2 يساوي و5. 2.5. يعني يتحل. يبقى ده مش نسبي، يبقى ده نسبي. ده الوحيد اللي مش نسبي من غير ما اعمل حاجه، صح ولا لا؟ تمام. وقال عدد غير نسبي لازم تحت الجذر لازم يكون في جذر اصلا وتحتيه عدد ملوش جذر. اهو جذر تكامل 9 لو عملتها على الآلة، الجذر التكامل 9 هيساوي كام؟ شوف معلش بقى، ده برضو عدد غير نسبي. تمام. المفروض ال 625 ب 25 يعني. ماشي ليها جذر. خلاص. الفكره في ده كده على طول اقدر اختارها على طول. وممكن في طريقه ثانيه، صح؟ ايه الطريقه الثانيه؟ اعمل الاثنين جذر تربيع تبقى كام؟ 4. واعمل الثلاثه جذر تربيع تبقى كام؟ 9. هل حاجه فينا بدل الاربعه والتسعه؟ لا. ده يا مستر لا، ده اصلا نسبي. ده اصلا نسبي لان يتحل. طيب اللي ما فيش جذر تربيعي طب اعمل لها جذر تكعيبي. الاثنين لما اعمل لها جذر تكعيبي تبقى كام؟ ها 8. والثلاثه يبقى جذر تكعيبي 27. من اللي بين 8 و27 اهو الجذر التكعيبي 9. يعني عندك دي وعندك دي. تمام. ماشي يا ريس. او اعمل على الاله، يعني حاجه سهله قوي. اعمل على الاله بس يكون عدد غير نسبي. خد بالك غير نسبي، ده نسبي ده نسبي ده نسبي، ده الوحيد اللي مش نسبي. تمام. يلا يا ماريا جاوب. محمد عبده رقم 28. تمام يا مستر. اكس تربيع ناقص اي اكس زائد بي اكس ناقص اي بي. اول حاجه هناخد الاكس تربيع ناقص الاي اكس مع بعض. مم. الاكس عامل مشترك هيبقى اكس تربيع على الاكس فيها الاكس،
وناقص A تمام عشان اكس هتروح مع الاكس، تمام. والبي اكس ناقص اي بي هناخد البي على المشترك. اتفضل لك بي اكس اكس على ناقص. بي باكس ناقص اي، تمام. هناخد الاكس ناقص اي على المشترك، اتفضل هيبقى لك. اكس زائد بي واكس ناقص اي. تمام. فين اكس زائد بي اكس ناقص ايه؟ اهي. اه ماشي، اللي بعده. يلا يا يوسف، يوسف حسين اتفضل. إذا كانت الإكس بتساوي سالب هتبقى 5 مغلقة و7 مفتوحة، فأي مما يلي صحيح. هتبقى عندك دوشة يا يوسف، يوسف عندك دوشة يا بابا. هتبقى إيه؟ عندك سالب 5 أهي، سالب 4، سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، هتبقى 4، 5، 6، 7. تمام؟ سالب 5 مغلقة، 7 مفتوحة. واجي نبص. أنا بس بفهمك. تمام؟ يا يوسف إيه الدوشة اللي جنبك دي يا بابا؟ حاول تغير مكانك بسرعة. هل السبعة بتنتمي للإكس؟ هل السبعة معايا؟ لا. هو بيقول لك أي مين اللي صحيح، مين في دول اللي صح؟ السبعة مش معايا. هو بيقول لك السبعة بتنتمي للإكس. هل هي في السبعة بتنتمي؟ لا، ده غلط. السالب 5 لا تنتمي. لا، مش السالب 5 تنتمي، السالب 5 معايا لأن هي مغلقة. الصفر ما بينتميش، لا الصفر معايا، ما أنا عديت عليه. السالب 2 بتنتمي لإكس. سالب 2 بتنتمي لإكس، أيوه السالب 2 معايا، يبقى هي دي اللي صح. فهمنا السؤال؟ بيقول لك أي مما يلي صحيح، مين في دول اللي صح؟ رقم ده هي بس اللي صح. الباقي كله، لان السبعه مش معايا، السالب 5 معايا هو بيقول لي مش معايا، الصفر معايا هو بيقول لي مش معايا. ماشي ماشي. بسمله المايك عندها بايظ. يلا يا ادم، ادم عماد، ادم عماد اتفضل رقم 30. ادم عماد يلا شد حيلك عشان الوقت. ماشي، بس من معكوس الضربي العدد جذر 3 سالب 2. معكوس ضربي هنعمل ايه؟ شقلب. معكوس ضربي هنعمل ايه؟ مش عارف. هشقلبه، يبقى 1 على جذر 3 ناقص ايه؟ سالب 2. ناقص، هل دي عندي في الاختيارات؟ لا مش. انا اعملها على ايه؟ على الايه وريح دماغك. اعمل 1 على جذر 3 ناقص 2 هتساوي كام؟ سالب 2 ناقص جذر 3 اهي. فهمت يا عم الحاج؟ فهمت؟ او اضرب في ايه؟ اضرب في المرافق، بس انا بدل ما اعمل كل ده اعملها على اللي وريح دماغي، على الآلة وريح دماغي. ماشي يا جماعه؟ طيب ما حدش يكتب في الشات المايك معلق مستر طلعت لي على الآلة 1. لا يبقى آلتك بايظه. طلعت لك على الآلة 1 يبقى آلتك بايظه. آلة 1 ازاي اصلا؟ وانا برضه يا مستر طلعت لي واحد. انت عبط ولا ايه؟ انت عامل 1 على ولا عامل الجذر على؟ انا بعمل 1 على جذر 3 ناقص 2. طلعت لكم 1 ازاي؟ انا طلع لي سالب 2 ناقص جذر 3 عادي. زي ما طلع لي، ما انت ظبطت الآلة. اللي آلته بايظه دوس وانا شيفت 9 3 يساوي سالب. اللي آلته بايظه شيفت 9 3 يساوي سالب. ماشي؟ يلا يا سامح حمدي. اذا كانت اكس زائد واي ب 10 وايه ناقص بي ب 7، فإن الكلام ده هنغير إشارة البي ناقص ايه، هتبقى ايه ناقص بي، ونخلي الواي إشارتها موجب، فكده برنسيسة. تبقى اكس زائد واي وايه ناقص بي، ف7 في 10 ب70. جدعة. يبقى انا المسألة دي هعدلها الأول. هعدلها لايه؟ الأول هتعدلها ازاي يا مستر؟ ركز معايا. هي المفروض ايه ناقص بي، دي بايه ناقص ايه؟ اعمل ايه؟ اغير الإشارة دي اخليها موجب وابدلها في اكس في ايه ناقص بي، لان هو عاطيني ايه ناقص بي. تمام؟ بدل ما هي دي ناقص اخليها زائد واي، واخلي دي ايه ناقص بي. اغير، خدت سالب عامل مشترك صح كده؟ هيتفضل لي ايه؟ اكس او ايه ناقص بي صح؟ ايه ناقص بي اللي متكرر في مين؟ في اكس زائد واي. انت سكت ليه؟ ايه ناقص بي بكام؟ ب 7 7. في 10 يبقى كام؟ 7. يلا يا ليلي اتفضل. يا مستر، واحنا ليه غيرنا إشارة الواي؟ ما عشان دي مش دي بي ناقص ايه يا بابا؟ انا عاوز ايه مين؟ انا عاوز ايه ناقص ناقص بي. بي. طب لما تمام. تكون بي ناقص ايه وانا اخليها ايه ناقص بي، انا باخد سالب عامل مشترك، فالسالب في السالب اللي هنا يبقى موجب. تمام؟ يلا يا ليلي. تمام. تمام. 2 جذر 3 في 4 ايه هتساوي 8 جذر 6. ماشي، هتبقى 2 الايه ب2 جذر 2 قصدي. الايه بجذر 2 اه، لان بالعكس هجربهم كلهم على الآلة 2 3 صح. ماشي. هجربها على الاقل زي ما هي جربت عادي.
او 2 في 4 ب 8. بص 2 في 4 ب 8 صح؟ جذر 3 في كام؟ يديك جذر 6. اكيد جذر 2 عشان 3 في 2 ب 6 بس. او جربها على الاله زي ما هي رايحه. تمام يلا ريتاش رقم 33. تمام. اكس تربيع زائد اي اكس زائد 15 بيساوي اكس زائد 3 واكس زائد بي. فما قيمة ايه وبي؟ حلليها عادي. او هقول ايه ده لما اجي نعم. احللها اقول ايه؟ كام في كام ب 15 واجمعهم يدي ايه؟ هو ال 15 كام في كام؟ 3 في 5. حلو. او 1 في 15 صح؟ طب انا هاخد 1 في 15 ولا 3 في 5؟ هاخد 3 في 5 ليه؟ لان هنا في 3. فهمتي؟ ايوه. خلاص؟ يبقى انا كام في كام ب 15 واجمعهم يدي ايه؟ اخد 3 في 5 لان هنا في 3. خلاص يبقى ده كده 5 واجمعهم يدي كام؟ 8. هو عاوز ايه في بي؟ يبقى 8 في 5 بكام؟ ب 40. 40. فهمتي يا ريتاش؟ اه يا مستر. تمام يلا يا ريم اللي بعده ايه جذر 2 بتساوي 1. ريم يا حاجه ريم يا جماعه انتوا بتكتبوا لي ليه؟ ما حد يتكلموا ما حدش يكتب. الحصه معانا لحد الساعه 8 ان شاء الله. يلا دكتوره تمام. ريم. هتساوي رقم د اللي هي جذر 2 على 2. تمام. عملتها على الآلة. لان المفروض اي عدد في معكوس الضرب واحد. بس انا مش يعني معكوس الضرب هيبقى 1 على جذر 2. طب ما فيش هنا 1 على جذر 2. اعمل كده 1 على جذر 2 هيطلع لي جذر 2 على 2. او اقسم هنا على جذر 2 واقسم هنا على جذر 2 فدي راحت مع دي. يبقى كده ايه بتساوي 1 على جذر 2. طب ما عنديش اعملها على الآلة. خلي بالك 1 على جذر 2 على الآلة هي جذر 2 على 2. فهي رقم ده. يلا يا حفص. حلو ده تشتغلوا بالآلة اهو. يلا. إذا كانت ثلاثية الحدود إكس أس 2 زائد 14 إكس زائد إيه تمثل مربعا كاملا فما قيمة إيه؟ هنجيب الحد الثالث صح؟ ايوه الحل التالت ده لازم يكون ايه؟ الحد مربع كامل الثالث موجب هيساوي من غير قانون. أيوه صح. لازم يكون مربع او موجب. هل هنا في حاجه لها جذر تربيعي؟ يبقى هتبقى 14. يا شيخ يا شيخ 14. والله أيوه يا مستر لا غلط غلط غلط. 49. ما ال 14 ما هي جذر تربيعي اصلا. قصدك ال 49. او احل بالقانون هي اكس تربيع زائد 14 اكس زائد ايه؟ تعالى نكتبها. اكس تربيع زائد 14 اكس. انا عاوز الحد التالت صح؟ التالت بيساوي الاوسط تربيع هيساوي الأوسط على 4 في الاول. على الأول. على 4 في الاول تربيع. فاعمل لي 14 تربيع على الاله 196. 196 ماشي. يبقى 196 اكس تربيع على 4 اكس تربيع راحت مع دي. 196 على 4 فيها كام؟ 49. ماشي. اللي بعده يلا يا حنين. حنين 10 سنين. إذا كان A إكس تكعيب ناقص 27 تساوي القوسين دول ما قيمة ال AB؟ ثواني. هيبقى المفروض ده فرق بين مكعبين صح؟ أها. فالمفروض القوس الصغير ده بيساوي الجذر التكعيبي الاول ناقص الجذر التكعيبي الثاني صح؟ أيوة. طب الجذر التكعيبي الكام يديني 2 8. بس يبقى ليه ب 8. طيب كده جبنا ليه بكام؟ 8. 8. ليه عرفنا منين؟ لان ده فرق بين مكعبين. الجذر التكعيبي الكام يديني 2 8. طيب المفروض اللي بتيجي ازاي؟ الاول في الثاني 2 اكس في 3 ب 6 اكس. يبقى البي 6 إكس بكام؟ ب 6. 6 هو عاوز ايه في بي؟ يبقى 6 8 في في 8. 6 48. نعم يا محمد عبد. يا مستر معلش ممكن تدينا 5 دقايق نصلي فيهم المغرب؟ ماشي حاضر 5 دقايق يا جماعه ونرجع تاني. اوقف ريكورد. والله نكمل يا ليس. اخر حد حل كانت حنين. يلا يا لينا اتفضلي رقم 37. حضرتك يا مستر يلا. 37 إذا كان إكس أكبر من جذر 5. لا بتتنطق من النص. اذا كان الجذر 5 اكبر من اكس واصغر من اكس زائد 1 واكس بتنتمي لزد فاما قيمه اكس. أوكي. الاختيارات كلها غلط. اولا الاختيارات كلها غلط. المفروض ده يكون 2. ليه بعرفها ازاي؟ هقول لك. انا دلوقتي ببص على العدد
قول له قدام يعني عاوز الجذر 5 ايه؟ عاوز عدد قبل الخمسه اللي جذر تربيعي وعدد بعد الخمسه اللي جذر تربيعي. مين اللي قبل الخمسه اللي جذر تربيعي؟ الاربعه. جذر 4. الاربعه. ومين اللي بعد الخمسه؟ 9. فهنا الجذر الاربعه 2 وهنا تبقى 3. انا محتاج الاكس يبقى اللي هي 2. فهمتي؟ كده الاختيارات كلها غلط. نعم يا ادم فخر. هو هي جت لي 8 السؤال رقم 36 ازاي جت 48؟ مش انا بقول لك ده فرق بين مكعبين، صح؟ ده لما احلله هيطلع قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير بناخد الجذر التكعيبي الاول، فالجذر التكعيبي الكام يديك 2 8 فالإب 8. طب والقوس الكبير ده بيجي ازاي؟ اللي في النص ده بيجي ازاي؟ تضرب ده في ده الاول في الثاني، 2 في 3 في 6 يبقى البي ب 6. 8 في 6 48. تمام؟ ماشي. نعم يا ليلي اتفضلي. مستر، هو السؤال رقم 37 اللي احنا كنا بنحل فيه، امم هو مثلا ممكن يجيب لنا المسألة دي بس من غير إكس زائد 1؟ لا هو طالما حط لك هنا اكس لازم احط هنا اكس زائد 1. تمام. بس وانا كنت كملي يا ليلي. أنا كنت بشوف قبل كده على اليوتيوب، يعني كان حد بيسيبها كده وكانت بتبقى أكبر من أو أصغر من إكس، مش عارفة ازاي. لا هتلاقيك ما خدتش بالك ولا حاجه او كانت غلطه. نعم يا ادم. وعادي كنت هقول موجب وسالب 2 في 2 في 3. ايه؟ لا غلط. ده قصدك على ايه؟ ال 4 اكس أس 2 زائد بي اكس زائد 9، بس ده بي اكس هو عايز الحد الأوسط. انت بتقول ايه؟ انت بتحل فين؟ يعني السؤال رقم 36. ده هو ده هو حد اوسط. ايه الحد الاوسط ده؟ لو مربع كامل. هو ده ثلاثي مربع كامل بيقول لك ده فرق بين مكعبين. ما دخلش الدنيا في بعض. يلا يا اسماء. سؤال 38. وانت اللي لك الدور ولا احنا لسه ما جاوبناش؟ لسه هنشوف. تمام. الفيلم عشان نعرف الدور. يلا يا احنا قلنا لينا. يلا ليندا سؤال 38 اتفضل. مستر. ليندا. ماشي اتلخبطت. ليندا 38. يلا يا جماعه عشان الوقت ما تضيعوش الوقت. انا بخليكم تحلوا عشان تشتغلوا في الحصه احسن ما تسكتوا. طيب يلا يا نعمه رقم 38. نعمه. ما حضرتك مستر يا مس. موجودة. طب جاوبي يا ليندا يلا. معلش اتأخر. مم. إذا كانت ثلاثية الحدود إكس تربيع زائد بي إكس زائد 2 قابلة للتحليل فما قيمة بي؟ المفروض ده لما أجي أحلله بقول إيه؟ بقول إيه ده؟ بنقول موجب أو سالب 2. لا ده لو ثلاثي مربع يا جماعة، ده لو ثلاثي مربع كامل، ده مش مربع كامل. هو الأوسط بيساوي موجب أو سالب 2 في الجذر الأول في الجذر الثالث، ده لو ثلاثي مربع كامل. الأول بيساوي الأوسط تربيع على 4 في الثالث، ده لو ثلاثي مربع كامل. الثالث بيساوي الأوسط تربيع على 4 في الأول، ده لو ثلاثي مربع كامل. ده مش ثلاثي مربع كامل، ده تحليل عادي. فانا بجيب البي ازاي؟ اقول كام في كام باتنين واجمعهم يدي بي. هي الاثنين كام في كام اصلا؟ الاثنين كام في كام؟ 1 2 في في 1. 2. لو جمعتهم هيدي كام؟ 3. 3. يبقى البي ب3. فهمتي؟ نعم يا اسماء. مستر ممكن تعيد سؤال 37. 37 ادي جذر الخمسه. عاوز قبل الجذر، عاوز قبل الخمسه عدد ليه جذر تربيعي كام؟ 6. جذر 36 6. بقول لك قبل الخمسه. جذر 5. يا ماما مش دي جذر خمسه؟ مم. ايه اللي قبل الخمسه ليه جذر تربيعي؟ قبل الخمسه. الستة اللي هو جذر 36. يا اختي هي السته قبل الخمسه؟ لا. 16 اللي هو الاربعه. جذر 4. لا لا ما بقولكيش جذر كام. دي خمسه. ايه اللي قبل الخمسه ليه جذر تربيعي؟ الستة يا مستر. هي الستة قبل الخمسة يا أسماء. أيوة. الستة قبل الخمسة. أيوة يا مستر. أيوه. يا أختي رتبي كده الأعداد. قولي كده ورقم، قولي كده عدي عدي. قولي إيه؟ 1 2 3 4 5 6. الستة قبل الخمسة. معلش. ماشي 4 الجذر طيب جذر 16. خمسة. مين اللي قبل الخمسة اللي جذر تربيعي؟ الأربعة. بس مين اللي بعديها خمسة؟ هل الستة ليها؟ لا. 6. هل التسعة؟ هل السبعة ليها؟ لا. هل الثمانية ليها؟ لا. هل التسعة؟ يبقى جذر خمسة دي ما بين 2 3. و3. هو عاوز الاكس اللي هي كانت هنا يبقى 2. فهمتي؟ تمام ماشي. طب قال لك الجذر التكعيبي ل6 اكبر من اكس
واصغر من اكس زائد 1. عاوز الاكس، امسك جذر التكعيبي 6. قبل الستة عدد ليه جذر تكعيبي الواحد. الواحد بعديه 9. 8. صح النوم 9 عليها جذر تربيعي مش تكعيبي، بقول تكعيبي. فجذر الواحد تمام. 1 وجذر 8 2، يبقى جذر 6 بين 1 و2 يبقى الاكس بواحد. فهمتي؟ تمام. ركزي يا دكتور. يلا يا نعمة واللي يكرهها يعمة. رقم تمام. 39. أي مما يأتي هو ناتج آه، سالب ما لا نهاية بواحد مفتوحة، اتحاد واحد مفتوحة، وما لا نهاية موجبة مفتوحة. نعمل خط أعداد صح؟ أو أدي ما لا نهاية موجبة، وأدي ما لا نهاية إيه؟ سالبة، سالبة. وأدي الواحد. الأولى من سالب ما لا نهاية الواحد مفتوح، نمشي كده صح؟ والتانية من واحد مفتوح من لما واحد سالب، لسالب ما لا نهاية مفتوحة برضه نفس اللي هي الكلام. موجبة. والواحد مفتوح صح؟ مش الاتحاد ده يعني باخد كل العناصر؟ طب ما أنا كده هاخد من هتبقى سالب ما لا نهاية لما لا نهاية ما عدا مين؟ عدد واحد يبقى ار فرق ايه؟ فرق واحد. فرق خط واحد. الاعداد كله ما عدا الواحد، لان الواحد مفتوح هنا ومفتوح هنا. عارفين لو واحد مغلق في اي واحده فيهم كنت قلت ار مجموعه الاعداد الحقيقيه اللي هو خط الاعداد كله. انما انا لما مش اقول اتحاد المفروض بتاخد اصغر حاجه من هنا مع يعني بتاخد اصغر حاجه مع اكبر حاجه او اللي على الاطراف. سالب ما لا نهايه ما لا نهايه ما عدا الواحد. طبعا انت عندك اصلا سالب ما لا نهايه ما لا نهايه يعني ار اللي هو الاعداد الحقيقيه ما عدا الواحد يبقى ار فرق واحد. نعم مثلا. هو معلش. الاتحاد يا مستر هياخدهم كلهم. نعم. الاتحاد يعني هياخدهم كلهم، ما هو يعني الواحد سالب مش معايا ولا في الاولى ولا في الثانيه. الواحد مش معايا ولا في الاولى ولا في الثانيه. واحد مفتوح هنا وواحد مفتوح هنا. هل الواحد مغلق هنا؟ لا. ما هو لو مغلق يا معلم انتوا خدته وهو مفتوح، هو مش معايا ولا هنا ولا هنا، هتاخدوه ازاي؟ فخط العدد كله ما عدا الواحد. فهمتي؟ تمام. اعتقد كله كان هيسال نفس السؤال ده. دكتور، انا معلش انا ما فهمتش الحتة دي. ما فهمتش ايه؟ ما هو ده ازاي خط هو سهل مش يا حبيبي، ده معانا خط ازاي؟ اعداد. حلو. دي ما لا نهايه سالبه ودي ما لا نهايه ايه؟ موجبه. جميل. ادي الواحد اهو. دي الفتره الاولى صح؟ تمام. ودي الفتره الثانيه. تمام معايا؟ طيب لما اقول لك اتحاد مش انا قلت بتاخد اصغر حاجه من هنا مع اكبر حاجه من هنا؟ اه. يبقى من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه صح؟ طيب هل الواحد ده معايا هنا او هنا؟ لا. لا، يبقى فرق واحد. يعني ما عدا واحد، يعني من هنا لهنا ما عدا مين؟ ما عدا الواحد. فرق يعني ما عدا. طب من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه يعني ار اعداد حقيقيه اصلا. فرق واحد اللي هو اختيار رقم إيه. فهمت؟ تمام يا رب تكونوا فهمت. يلا يا زياد اتفضل. اكس تربيع ناقص واي تربيع ب 40 اكس زائد واي ب 10 فان اكس ناقص واي. اكس ناقص واي يا مستر هتبقى. ده فرق بين مربعين. ده فرق بين مربعين يا نحلله مستر. هيطلع اكس حلله. ناقص واي في اكس ايه؟ ناقص واي. في اكس زائد واي اكس ناقص واي. بتساوي اكس زائد واي. كام؟ 40. قال الاكس زائد واي ب 10. طب كام في 10 ب 40 يبقى كام؟ 10 4 5. فهمنا؟ ده فرق بين اه يا مستر. مربعين لما حللوا اكس ناقص واي في فرق اكس زائد 40. واي. اكس ناقص واي زائد اكس زائد واي. ما تكررش الكلام ورايا خلاص. اكس زائد واي ب 10. لا انا بسمع والله. كام في 10 ب 40؟ 4. يلا ردينا. رقم 11 رقم 41. هنجمع 3 زائد -4. في حالة الضرب بجمع الأسس يبقى الجذر 3 وكل أس 3 زائد -4 صح؟ يبقى تساوي جذر 3 أس هيساوي كام؟ -1 فهنعملها على شكل كسر. يعني اللي هي 1 على جذر 3 أو اعمليها على الآلة. هيطلع لك كام؟ جذر 3 على 3. أو اعملها على الآلة يعني عادي. أهي اعمل دي كده على الآلة زي ما هي، اعمل دي كده على الآلة. أدي جذر اعمل بص اعمل قوس أو قوس. وأدي جذر 3 احوت كده واقفل القوس. أس 3 زائد -4. معلش نسينا نكتب التلاتة. 3 زائد -4 تطلع لك كام؟ مرة واحدة. وريح دماغك. شغل بص هتوفر لك وقت في الامتحان. انت هيبقى معضلتكم في الامتحان الوقت بس انتوا هتعرفوا تحلوا ان شاء الله. بس ان شاء الله تقفلوا يعني. وانا معاكم كده كده اي حد صبح على الامتحان لو وقف معاك 1000 سؤال ابعته لي ما تشغلش بالك. انا بفضل سهران لما يكون حد على الامتحان الصبح.
لو انت بعت لي وما ردتش رن عليا. يلا يا سما، ما هو محيط المربع اللي مساحته ايه؟ سما. محيط المربع يعني طول الضلع في 4. محيط المربع طول الضلع في 4. ما عنديش ضلع، انا عندي تبقى مساحه. مساحة. انا عندي طول ضلع المربع ليه قانون بيساوي ايه؟ جذر الايه؟ جذر المساحه. يبقى الضلع بكام؟ بجذر ايه؟ جذر. طول ضلع المربع بيساوي ايه؟ جذر المساحه. يبقى الضلع بايه؟ بجذر ايه؟ طب عاوز المحيط. طب مش المحيط طول الضلع في 4 صح؟ يبقى جذر 4 ايه جذرين. في 4 بتساوي 4 جذر ايه. افهموا تاني. ثانيه. ضلع المربع بجذر المساحه. المساحه بايه؟ يبقى الضلع بجذر ايه؟ طب ما المحيط طوله ضلع في 4 يبقى جذر ايه في 4؟ 4 جذر ايه. نعم. حضرتك في المراجعة بتاعة الهندسة كان في مهم. شوية أسئلة في الآخر ما كنتش كتبت البرهان يعني، فالورق كتبتهم بتاعي وبعتهم. ايه. يعني كتبتهم وهبعت لكم الملزمه بتاع المراجعه النهائيه. هبعت لك كل ده، هبعت لكم كل ده تاني. ماشي. يلا يا مين؟ يلا يا ادم فخر من الاخر. جذر 25 على جذر 15 اديني الجذر 15 على 3. على الآلة صح؟ على اجيب الآلة واعمل كده. جذر 15 جذر 25 قصدي على جذر 15 جذر 15 على 3. بس لو جذر تكعيبي لا بتفك، عشان بس نبقى فاهمين لان ما بتعملش عليها. واعمله على اللي لقيت اختيار ماشي، ما لقيتش خلاص. يلا يا اخر سؤال في الجبر. يلا يا اسماء. اكس ناقص 3 في اكس زائد إذا 5 كان بصفر. إكس ناقص 3 إكس زائد 5 بيساوي صفر فأي مما يلي صحيح. هنا يعني إكس ناقص 3 هيساوي صفر، هنقسم وإكس الصفحة زائد نصين. 5 هيساوي صفر. تمام. طب الاكس ومن بكام؟ هنا هتساوي 3، وهنا الإكس هتساوي -5. مجموعة الحل 3 و-5. تمام. كده خلصنا الجبر. تعالى نروح على الهندسة. الهندسة طبعا ايه هتلاقيها سهلة ان شاء الله. يلا يا ماريا اتفضلي. حاضر يا مستر. إذا كان DEF يطابق ABC فإن زاوية C بتساوي ادي بتساوي السي. زاوية F. السي قصادها اخر حرف. بص هنا التطابق يبقى الحرف قصاد الحرف. السي اخر حرف قصادها اخر حرف، يبقى هي مين؟ اف. ممتاز. يلا يا محمد عبده. تمام يا مستر. أي من الأعداد الآتية تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث قائم؟ عشان تكون أطوال أضلاع مثلث قائم هجيب أكبر ضلع وأربعه عشان يساوي الضلعين التانيين تربيع. جدع. يبقى انا عشان اثبت مجموع ان الضلعين مثلث قائم تربيع. لازم اجيب اكبر ضلع واربعه ويساوي الضلعين التانيين تربيع. جرب الاختيار الاول. 7 7 4. جذر السبعة 49. ماشي. لا مش وجذر جذر، قصدك السبعة السبعة تربيع. 7 تربيع بكام؟ 49. 7 تربيع ب 49. طب ربعوا دول يجمعوا. 7 تربيع أكيد يعني زائد مش هيكون يا مستر اكيد بس هو ده. برضه زائد 4 تربيع ب 65. هل قدهم؟ لا، يبقى كده لا، الاختيار الاولاني غلط. منفرد بعدين الزاوية. رقم باء. ال 13 تربيع ب 169، والخمسة تربيع ب 25، وال 12 ب 144. يبقى هنجمع 5 تربيع زائد هنجمع 25 زائد 12 تربيع تطلع كام؟ 144 169. أيوة يا مستر. يبقى هي دي صح ولا لا؟ يبقى انا علشان اه اثبت ان المثلث قائم بتجيب اكبر ضلع وتربعه. 13 ربعها 169، وتجيب الضلعين التانيين تربعهم وتجمعهم. 5 تربيع زائد 12 تربيع يطلع لك 169. الضلع تربيع قد الضلعين تربيع يبقى ده مثلث قائم. بس كده. يوسف اه حسين رقم 3. أيوة يا يلا مس. يلا يوسف رقم آه 3. نقطة تقاطع متوسط المثلث تقسم كل كل منها من جهة منهما من القاعدة وجه بالنسبة. القاعة بالنسبة. طالما من جهة القاعدة بالنسبة هتبقى بكام؟ واحد. 1 إلى 2. 1 إلى 2. طالما من جهة القاعدة 1 إلى 2. لو من جهة الرأس 2 إلى 1. خد بالك. يلا يا سامح حمدي. السؤال ده غلط يا مستر. نعم. السؤال ده غلط غلط ليه؟ لأن هو كتب 1 إلى 2، المفروض 2 إلى 1. لا ما هو ده من جهة انجليزي. الرأس. ما هو ده انجليزي. 1 إلى 2 تكتب كده. فهمت؟ قصدي 2 إلى 1.
2 إلى 1 تتكتب كده. هو عامل 1 إلى 2. يا لهوي، ما هقول لك من جهة القاعدة 1 إلى بس يعني 2. من جهة الرأس رقم 4. أنا لسه جيت لرقم 4 يا آدم، أنا ما جيتش رقم 4. أما أجي رقم 4 يلا يا سامح حمدي. رقم 4. نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها من جهة الرأس بنسبة 4 ل 2. 4 إلى 2 لأن هي أصلا 2 إلى 1. طب ما 2 إلى 1 هي كام؟ 4 إلى 2. فهمت يا آدم؟ ممكن يقول لك 10 إلى 5، 6 إلى 3، 8 إلى 4. فهمت يا ولسه؟ ركز يا ولسه. اللي بعده يلا يا ليلي. رقم 5 طول ضلعين في مثلث متساوي ساقين ليلي 3 قول يلا يا ليلي. ليلي. إذا كان طول الضلعين في مثلث متساوي ساقين 3 سنتي و7 سنتي في طول الضلع التالت. ماشي، هنجربهم الاختيارات كلهم ونربعهم ونشوف. لا ثواني. مش هجرب اختار كلهم، وبعدين ما قاليش مثلث قائم عشان تقول 4. لو قال متساوي ساقين أي مثلث ساقين يبقى لازم يبقى اتنين الضلع زي التالت بعض. يا 3 يا 7، يبقى هيستبعد دي اه وهيستبعد دي. ما هو المثلث ساقين الضلع التالت يا 3 يا 7. هل ينفع 3؟ لا لا ليه؟ لأن أنا عشان أكون أضلاع مثلث لازم أجمع الضلعين الصغيرين يطلعوا أكبر من التالت. لو إحنا اخترنا 3 هيبقى عندك الضلعين 3 و3 و7. هل دول أكبر من السبعة؟ لا ما تنفعش أضلاع مثلث. إنما لو خدنا 7 هتبقى 3 و7 و7. هل دول أكبر من السبعة؟ اه يبقى تنفع أضلاع مثلث، يبقى يكون كام؟ 7. طبعا فهمتي؟ ماشي. اللي بعده يلا يا ريتاش. مجموع كسات الزوايا الداخلية للثلاثي المحدب. أنا يا مستر. يا آدم بتلخبط الدنيا لما بتتكلم من غير ترفع إيدك. قول. يعني هو عايز إيه مني في السؤال ده؟ من السؤال أنهي؟ سؤال رقم 5. بيقول لك طول الضلع الثالث كام؟ مش هو قال لك مثلث انت يعني مش هو قال لك مثلث ساقين اه وعندك ضلعين 3 و7. الضلع الثالث يا 3 يا كام؟ 7. ماشي. ينفع ما ينفعش 3 لان انا عشان اجمع ضلعين لازم يطلع اكبر من الثالث. لازم ما ينفعش قده حتى لازم اكبر منه. فلو قلت 3 3 6 هل الستة اكبر من السبعة؟ لا. لا. فهنختار 7. طب واحد ما تختارش 10 ليه؟ ما هو عشان قال لك مثلث ساقين يا 3 يا 7. تمام؟ يلا يا تاني. ما مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل السداسي المحدد؟ قول القانون. مجموعة زي داخله لاي شكل. قانون ايه؟ n ناقص 2 في 180. يبقى هنقول ايه؟ 6 ناقص 2 في كام؟ 180. يطلع لي كام؟ 720. تمام؟ اللي بعده يلا يا ريم. تمام مع حضرتك يا مستر. أي من الأعداد التالية لا تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث حاد؟ حاد ركز هتكون معايا ثواني يا دكتورة. حاد ماشي. يبقى لازم تجمع، لازم تربع اكبر ضلع تربيع. الضلع التربيع اكبر ضلع تربيع اصغر من الضلعين التانيين تربيع. طالما حاد يبقى لك منفرج يبقى الضلع الكبير تربيع اكبر من الضلعين تربيع. لو قال لك قائم يبقى الضلع الكبير تربيع بيساوي الضلعين تربيع. يلا هنجرب ايه؟ الاختيارات. أول واحدة. هنجرب الاختيارات. اول واحده من اكبر واحد فيهم اكيد 4 4 جذر جذر 2 2. لان ده 4 وشويه. فهربعها اعمل كده و4 جذر 2 واقفل القوس تربيع هتساوي كام؟ 32. 30. طب اربع دول 4 تربيع زائد 4 تربيع طلع كام؟ 32. غلط. انا عاوز لازم يكون الضلع تربيع اصغر منهم، ده بيساويهم، ده مثلث قائم. فدي غلط. تمام؟ اجرب الثانيه. اكبر ضلع مين؟ 10. 10. 10 تربيع بكام؟ 100. 100. اجمع دول واربعه 8 تربيع زائد 6 تربيع 100. لا برضه قائم. طب اعمل دي 7 ونص و3 و7 من 10 و8. اصغر واحد اكبر واحد مين؟ 8 بكام؟ 64. اعمل دول افتح قوس 7 ونص اقفل القوس تربيع زائد 3 و7 من 10 تربيع 3 و7 من 10 تربيع 69. يعني كده الضلع الكبير اقل من الضلعين تربيع صح؟ يبقى مثلث ايه؟ حاد. ده حاد بقى. خلاص؟ ماشي. يلا يا حفص. يلا يا حفص. الو
حفصة محمد. يلا يا حنين، رقم 8. طيب إذا كانت زاوية A تسمى زاوية C وزاوية ال A تطابق زاوية ال C، فما قيمة زاوية ال C؟ هنعمل 90 على الاتنين هتبقى ب45. تمام. الزاوية بتتمم الزاوية، يعني هما الاثنين ب 90. طالما تتمم يعني هما الاثنين ب 90. وقال لك A تطابق C، يعني هما الاثنين قد بعض، فأقول له 90 على الاثنين فيها كام؟ 45. 45. ممتاز. يلا يا حفصة، رقم 9. حفصة رقم 9. حفصة طلعت. يلا يا لينا، رقم 9. مع حضرتك يا مستر. ما عدد أضلاع المضلع المحدب الذي مجموع قياسات زاوية داخلة 243؟ مم. بتاع n ناقص 2 في 180 يعني هتساوي 243. هنقسم هنا على 180 وهناك على 180. أنا ممكن أجرب الاختيارات، إيه رأيك؟ صح؟ مش القانون بتاعي n ناقص 2 في 180؟ أيوه. القانون بتاعي المفروض n ناقص 2 في 180 على عدد الأضلاع يساوي كام؟ هيساوي 2340. صح؟ جرب إيه؟ الاختيارات. أسهل حاجة، صح ولا لا؟ ما هو اختياري، جرب الاختيارات. طيب، أولا المفروض هقول إيه؟ أعمل صندوق. n ناقص 2، 12 ناقص 2 كام؟ 10 في 180 على 12. لا معلش، مش على n يا جماعة، على ان ده لو عايز الزاويه الداخله، معلش. المفروض هي ان ناقص 2 في 180 بس، مجموع الزاويه الداخله. ان ناقص 2، معلش، ان ناقص 2 في 180 بس، انا اللي اسف. المفروض ده يساوي كام؟ 2340. ايوه. هنجرب ايه يا دكتوره؟ الاختيارات. جرب الاختيارات. جرب الاختيارات. طيب يلا كده هنشيل من ال 12 2 ونضربها في 180 على طول، صح؟ يبقى 10 في 180 ب 1800. فكده دي غلط. طب دي كام؟ 13 نشيل من تبقى 11 في 11 180. في 180 1980. غلط. ال 14 في 180 تبقى كام؟ 12 تبقى في 15. 180 2160. غلط، مفيش غير مين؟ ال 15. 15. لو شلنا منها 2 تبقى 13. 13 في 180 تساوي كام؟ 2340. يبقى انا بجرب الاختيار. نعم يا ادم. وامتى يبقى ان ناقص ايه يعني قصدي ان ناقص 2 في 180 على الاتنين ان ناقص 2 في 180 على ان، ده لو عاوز في الزاويه الداخله 180 لمضلع على منتظم. الاتنين. اسمعني، ده لو عاوز الزاويه الداخله لمضلع ايه؟ منتظم. قياس الزاويه الداخله لمضلع منتظم. فهمتني؟ طيب انت قصدك ان في ان ناقص 3 على 2، ده عدد الاقطار. ماشي؟ ان في ان ناقص 3 على 2 ده عدد الاقطار. ماشي يا ادم؟ يعني يا ده مستر عدد الأضلاع. عدد الاقطار. لا قصدي يعني ان ناقص 2 في ان دي 180 اللي هي عدد على الاضلاع، ان دي اللي هي عدد ده الاضلاع. عدد الأضلاع. ماشي. نعم يا حفصه. ماشي. أنا الصوت عندي كان بيقطع في سؤال 8 و9، في سؤال ماشي 8 و7. ماشي. 7 بيقول لي اي من الاعداد تصلح ان تكون اضلاع مثلث حاد. قلت بجيب اكبر ضلع واربعه، لو طلع اصغر من ضلعين تربيع يبقى هو مثلث حاد. جربنا دي طلع قائم، جربنا طلع قائم، جربنا دي طلعت 8 تربيع، اصغر من دول تربيع يبقى ده حاد. تمام. رقم 8 قال لي زاويه ايه تتمم زاويه سي، يعني هما الاثنين ب 90. وايه تطابق سي، يعني ايه قد سي؟ يبقى كل واحده 45 عشان 90 على 2. هنا ما عدد اضلاع تكمل المضلع؟ تكمل يعني من 90. تتمم يعني هما الاثنين ب 90، تكمل هما الاثنين ب 180. تتمم هما الاثنين ب 90، ماشي. تكمل هما الاثنين ب 180. عدد اضلاع المضلع المحدب الذي مجموع قياسات زاويه كذا. قلت هكتب القانون ان ناقص 2 في 180 بتساوي 2340. اجرب الاختيارات، اشيل ان واحط 12 13 14 15 طلعت لي كام؟ 15. جاوب انت بقى يلا. رقم 10. أنا ايوه. ما عدد أضلاع المضلع المنتظم الذي قياس إحدى زواياه الداخل 144؟ طبعا إن ناقص 2 في 180. ان ناقص 2 في 180 بس ده زاويه ايه؟ داخله. ركزي، دي زوايا ده داخلة، مجموع الزوايا، هتبقى إن ناقص ده 2 زاويه في داخله. 180 ان الإن ناقص 2 في 180 على ان، او انا عندي قانون عدد الاضلاع بيقول ايه؟ على إن. عدد الاضلاع للمضلع. ركز معايا، اكتبها لك من هنا اهي. راحت فين؟
اهي بص، ايجاد عدد اضلاع المضلع المنتظم. هو قال لك مضلع منتظم. لو اعطاني الزاويه الخارجه يبقى 360 على الزاويه الخارجه. لو اعطاني الزاويه الداخله 360 على مكمله الداخله. فهمتي؟ فهو هنا في السؤال اعطاني ايه؟ اعطاني الزاويه الداخله، صح؟ فانا اقول 180 ناقص 144 تطلع كام؟ 36. يبقى دي مكمله ايه؟ الداخله. يبقى هنقول ايه؟ 360 على 36 تطلع كام؟ 10. ورجعنا الخيارات بالقانون بتاعنا هتطلع كده. تاني، عدد اضلاع المضلع المنتظم اللي عاطيني زاويته الداخله 360 على مكمله الداخله. مكمله الداخله يعني نطرح من 180 تطلع لي مكمله الداخله 36. فيبقى 360 على 36 ب 10. ماشي؟ طب لو عاطيني الخارجه، طب لا معلش، ثانيه، يبقى 360 على الخارجه على 20 تطلع كام؟ 18. نعم يا دكتور، بتقول ايه؟ نعم. بقول ما قاليش كده. ما قالكيش ايه؟ مكملة انا بقول لك ده مكملة الزاوية الداخلة. يعني انا بقول لك هو لو عطيك الدخله انت بتقولي 360 على مكمله الدخله. فهمتي؟ أي عدد اضلاع المضلع المنتظم اللي عاطيني زوايا، اللي عاطيني احدى زوايات داخله، بنقول 360 على مكمله الدخله. الدخله ب 140 144 مكملتها هنطرح من 180 فتبقى 36. ف 360 على 36 ب 10. طب لو عاطيني الخارجه، لا 360 على الخارجه على طول يبقى 18. تمام؟ اللي بعده اخر حد جاوب مين؟ لينا صح؟ ولا مين؟ في الورقة التانية يا مستر. اخر حد جاوب هنا يا جماعه رقم 10 مين اللي جاوبها؟ او رقم 9؟ محدش رد. يلا ليندا. يلا يا رضاين قصدي. يلا رضاين رقم 12. مش عارفين اخر حاجه جاوب. رضاين رقم 12. إذا كان مثلث ABC بيطابق DEF ومقياس A قياس زائد مش مقياس مقياس. قياس A زائد قياس B بيساوي 100. فما قياس زاويه اف. مش ده بيطابق ده؟ مش الاي بي ب 100 صح؟ اه يبقى الدي اي بكام؟ ب دي 100 100. برضه. طب مش المثلث كله 180؟ يبقى 80. يبقى الاف ب 80 بس. فهمنا ولا ايه؟ تاني، ده اه بيطابق ده. الاي بي ب 100 يبقى الدي اي ب 100. زي ما ده 100 ده 100. المثلث كله 180 ف 180 ناقص 100 يبقى كام؟ 80. اللي بعده يلا يا سما. سما الصريب. اي من الاعداد الاتيه تصلح ان تكون اضلاع مثلث منفرد؟ هنجرب الاختيارات كلها. لازم اكبر ضلع تربيع يطلع اكبر من الضلعين تربيع، صح؟ جرب اول اختيار. 27 تربيع 729. اجمع ده 10 تربيع زائد 24 تربيع 676. اول واحده صح ولا لا؟ أيوة. يعني الضلع ده لما ربعت 27 طلعت 729 اكبر من الضلعين تربيع يبقى ده مثلث منفرد. يلا يا ادم فاخر رقم 14. ما قياس الزاوية الداخلية للمضلع منتظم ذي 18 ضلع؟ قانون يبقى الزاويه داخل ان المضلع منتظم. اه ان ناقص ان ناقص 2 180 على ان. على ان. يبقى 18 ناقص 2 في 180 على 18. اعملها على الآلة. اللي بالآلة. طيب. طبعا 18 ناقص 2 اللي هي 16 يعني. يبقى 16 في 180 على 18 تطلع كام؟ 160. 160. تمام يا أسف. يلا يا اسماء رقم 15. مع الأخطار المضلع السباعي المحدب، قانون الأخطار ام في ام ناقص 3 على 2. يبقى تساوي فهنا 7 قوس 7 ناقص 3 على 2. واعملها على الآلة. طبعا 7 ناقص 3 4. 7 في 4 28 صح؟ 28 على 2. 28 يلا 14. وليه حاجة تانية قانون سهل. بدل ما اقعد اقول كده اقول ايه؟ هي عدد اكتر الشكل واحد السباعي. قول 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 ناقص 7. ناقص طب لو 7. ثماني تقول 1 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7 ناقص 8. لو تساعي تجمع وتقول ناقص 9. تجمع كله وتقول ناقص 9. لو عشري
1 2 3 لحد زائد 9 وتبقى بعدين تقول ناقص 10. وبس كده يا مستر؟ بس كده. يعني ده سباعي اهو. اعمل ايه؟ اقول له 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 ناقص 7. طلع لك 14. طب لو ثماني ما تقولش زائد 7، تقول زائد، ما تقولش ناقص 7، تقول زائد 7 ناقص 8. فهمت؟ اطرح اخر واحده يطلع لك 20. يا فهمت يا مستر دكتور؟ القانون ده اسهل من ان في ناقص على الاتنين. ما انا بقول لك بس ده القانون، لان ممكن يجي في الامتحان يقول لك قانون عدد الاقطار. ماشي؟ صح ولا ايه؟ فانت اللي يعجبك اعمل، بس خليك حافظ ده بقى. يلا يا ماريا اتفضلي. رقم 16. حاضر يا مستر. إذا كان A B يطابق C D فما قيمة A B ناقص C D يساوي 0؟ لان هما بيطابقوا بعض يبقوا قد بعض، اي حاجه ناقص نفسها صفر. يلا يا محمد عبد. قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع يساوي 120. 120. يوسف حسين، يا رب ما يكونش في دوشه جنبك وانت بتجاوب. يوسف حسين، إذا كان AD متوسط في المثلث ABC وطوله 12 والام نقطة تقاطع متوسط المثلث، فإن AD لازم أرسم. لازم أرسم. ده مثلث اسمه ABC. ال AD متوسط، يبقى دي في النص. جميل. قال لك الام نقطة تلاقي المتوسطات. جميل. قال لك ال AD بكام؟ ده متوسط وطوله 12، عاوز ال AM نقط AD. ماشي، طب ما دي سهلة. ده كله 12، أنا مش عارف، مش هحتاج تروح في حاجة. هو عاوز AM نقط AD. الحته الكبيره للمتوسط كله قد ايه؟ تلتين. ده قانون ال AM بتساوي تلتين المتوسط كله. طب الحته الصغيره ام دي، لا، تلت المتوسط كله. خلاص، يبقى ده قانون ال AM الحته الكبيره تلتين المتوسط. يلا يا سامح حمدي اتفضلي. إذا كان AD متوسط في المثلث ABC وطوله 12 سنتي، M نقطة تقاطع متوسطات المثلث، فإن M دي بتساوي. ده مثلث اهو ABC. تمام، ده ايه؟ متوسط. والام نقطه تلاقي المتوسطات. قال لك ده كله ب 12. انا عايز الام دي، عايز الحته الصغيره، يبقى اقسم المتوسط على كام؟ على 3. على طالما عاوز 2 الحته الصغيره، يبقى ب6. الام دي بتساوي تلت الاي دي، عشان بس نبقى فاهمين. فهتبقى تلت في 12 بكام؟ ب4. يبقى دي 4. لو عاوز الاي ام اقول له 8. فهمت يا دكتوره؟ نركز يا جماعه. اللي بعده. يلا يا ليلي. تمام. عدد محاور تماثل المثلث متساوي الساقين هو 1. لو قال لي مختلف اضلاع. 0. لو قال لي متساوي اضلاع. 3. لو قال لي الدايره. دي مش عارفاها. عدد 0 لا ولا ايه؟ نهائي. لو قال لي نص دايره، تلت دايره، ربع دايره، 1. لو قال لي متوازي تمام. اضلاع. 0. شبه منحرف. 0. المربع 4. المستطيل 2. المعين 2. لو قال لي شبه منحرف متساوي الساقين. 1. 1. لو قال لي عدد محاور تماثل المضلع المنتظم اللي عدد اضلاعه 9. 9. لان عدد محاور تماثل المضلع المنتظم هي عدد اضلاعه. تمام. يلا يا ريتاج رقم 21. هو مستر، نعم. هو لو المثلث مختلف الأضلاع يبقى عدد محاور التماثل كام؟ 0. يلا يا دكتورة. طول القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي أي ضلعين في المثلث يساوي نص طول الضلع نص. الثالث اهي يا جماعة، شرحناها. احفظوا الكلام ده يا جماعة. الاكس والواي في النص، وده مثلث اسمه ABC. طول القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في المثلث بتوازي الضلع الثالث وبتساوي نص، عشان بس نبقى فاهمين. يلا يا ريم. يعني مثلا حضرتك مثلث عدد أضلاع المضلع المحدب لازم مجموع قياسات زواياه الداخلة 1800 هو. يبقى المفروض آه n ناقص 2 في 180 بتساوي كام؟ بتساوي 1800. هنجرب ايه؟ 1800. الاختيارات.
هتطلع كام؟ 12. 12. لان 12 20 12 ناقص 2 10 10 في 180 ب 1800 على طول يعني. يلا يا حفصه. في المثلث ABC إذا كان AB بيساوي AC وكانت قياس زاوية A بتساوي 58، قياس زاوية A بتساوي 58، فقياس زاوية C هتساوي قياس زاوية B، قياس زاوية C زائد قياس زاوية B بتساوي 122، هنقسم على 2 هتدينا 61. طيب قال لي AB قد AC اهو. قال لك قياس زاويه A ب 58. طب انا عاوز زاويه C، طب ما دول قد بعض لان دول قد بعض. فهنقسم 100 هنقول 108 180 ناقص 58 على 2 اللي هي دي. تطلع كام يا ماما؟ تطلع كام؟ 60. نعم 61. تمام. يبقى كده 61 ودي 61. يلا يا حنين 20 يلا حنين. إذا كانت دي تنتمي إلى محور تماثل A. نعم. يلا كملي. إذا كانت دي تنتمي إلى محور تماثل AB فإن AD ناقص BD ثاني عندي محور تماثل صح؟ اسمه 2 ايه؟ AB. عندي اي بي. لا ركزي. عندي اي بي صح؟ الدي ده محور التماثل بيكون عمود عليها من المنتصف صح؟ الدي بتنتمي لايه؟ أيوة. لمحور التماثل. عاوز اي دي ناقص بي دي صح؟ دي بتنتمي لمحور التماثل. اي دي ناقص بي دي. مش اي نقطة بتنتمي لمحور التماثل بتكون على بعدين متساويين من طرفيها صح؟ يبقى هما الاثنين قد ايه؟ قد بعض يا دكتورة. يبقى بايه؟ بصفر. فهمت يا ابو سيد؟ ركزي. اي نقطة تنتمي لمحور التماثل تكون على بعدين متساويين من طرفيها. يلا لينا. حضرتك يا مستر، عدد أقطار المثلث يساوي المثلث أنهي؟ اي مثلث. عدد الاقطار اي أيوة. شكل ايه؟ واحد. هنقول ايه؟ هنجمع ونطرح الاخير. هو المثلث كام ضلع؟ 3. طب 1 زائد 2 ناقص 3 صفر. ها. بعدين ده حاجه صفر. معروفه. المثلث 3 اضلاع يا ماما، 3 رؤوس. انا القطر ده بوصله برأسين غير متتاليتين. هل تعرفي توصلي رأسين غير متتاليتين؟ لا. يبقى عدد الاقطار صفر صح منهم ده معروف. يا اما على القانون ان في ان ناقص 3 على 2. اللي بعده. يلا ليندا. ليندا يا ليندا. ليندا يا ليندا. يا ليندا يا بطيخة. يا ليندا. هلو هو ار يو. يلا نعم. كم 26. تمام. طول الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30 في مثلث قائم الزاوية يساوي نصف طول الوتر. الضلع المقابل 30 نص وتر. اللي بعده. يلا يا ربينا. إذا كان مثلث ABC له محور تماثل واحد، مقياس B يساوي 90، فإن مقياس A يساوي 45. طالما ليه محور تماثل واحد يعني هو ايه؟ متساوي الساقين. طب ما كده عندي زاويتين قد بعض، ليه مش البي مثلا؟ ليه مش البي ب 90 والاي ب 90؟ يعني ليه؟ هما المفروض بيتقاسموا 80 في زاوية. 90. لا مش كده. البي مش هو متساوي الساقين، يعني ايه يعرفك ان دي هي الرأس؟ يعني دي مش زاوية قاعدة زي دي. يعني ليه مش كده مثلا؟ فاهم؟ ودي قايمة. اللي قصدي دي قايمة، هتبقى دي قايمة زيها. ليه؟ لأن ما ينفعش في المثلث يبقى في زاوية قايمة. زاوية القاعدة في مثلث ساقين ما ينفعش زاوية القاعدة تبقى قايمة أو منفردة، لازم حادة. لأن المثلث لو في زاويتين قايمتين يبقى 180. أما المثلث كله أصلا 3 زوايا 180، إزاي في زاويتين 180؟ فهمتي؟ يبقى طالما دي قايمة يبقى هي دي زاوية الرأس بالمثلث كده. دي زاوية الرأس، يبقى ده قد ده. طبعا عندي الضلعين قد بعض، يبقى كل زاوية هقول 90 على 2 أو 180 ناقص 90 على 2. 180 ناقص 90 على 2 يبقى كله على كام؟ 45. ودي 45 ودي 45. يبقى كده دي البي القايمة ودي الايه؟ ودي السي. طب نجمع امتى يا مستر ونقسم على الاثنين؟ يعني ايه تجمع امتى وتقسم على الاثنين؟ لو عندك زاويتين زي بعض اهو. انا مش فاهم يعني ايه تجمع امتى وتقسم على الاثنين؟ ايه؟ يعني ايه؟ يعني 180 زائد 90 على الاثنين. زائد ليه؟ انا بقول لك هو المثلث كله مش 180. شيل منه 90 ويقسم على الاثنين لان الزاويتين قد بعض.
ماشي. نعم يا ليندا، يلا جاوب. مع حضرتك يا مستر. امم في مثلث ABC إذا كان بي سي تربيع زائد ايه اي سي تربيع. بي من هنا يا ليندا، يلا. اي بي تربيع بتساوي اي سي تربيع زائد بي سي تربيع طالما ضلع في ان تربيع، زاوية سي طالما ضلع تربيع بيساوي ضلعين تربيع، يبقى المثلث ايه؟ قائم. طالما قائم ضلع الزاوية. تربيع بيساوي ضلعين تربيع، يبقى المثلث ايه؟ قائم. قائم قائم في زاويه مين؟ ده اي بي. فين الزاويه اللي قصاده؟ هات الحرف اللي ناقص. سي. سي. يبقى سي كده ب 90. فهمتي؟ يبقى زاويه سي ب أي. 90 درجه. طالما في معلش يا ضلع مستر تربيع، المايك كان بيعلق شوية. ولا يهمك، طالما في ضلع تربيع عدد ضلعين تربيع يبقى المثلث قائم. قائم في زاويه انهي؟ ده الضلع الكبير قصاده زاويه مين؟ زاويه سي، الحرف اللي ناقص. يلا يا لينا. لا، لينا جاوبت صح، جاوبت يا لينا صح. يلا رضينا، يا مستر. يلا رضينا، رضينا. أنا لسه حل اللي فوقيها. حليت اللي فوقيها. يلا يا سما، سما الصريب، سما الصريب. في المثلث ABC إذا كان AB أس 2. ماشي، هنودي ال AC بعكس الإشارة. ايوه كده نودي دي، يبقى اصبحت اي بي اس 2 بتساوي ايه؟ لا معلش، بي سي اس 2. لان انا هنقول دي، لما انقل دي هتبقى البي سي هي اللي بعدها، فهتبقى بي سي اس 2 هتساوي ايه؟ وال AB أس 2 زائد ال AC أس 2. جدع. زائد الاي سي اس 2. كده عندي ضلع تربيع بيساوي ضلعين تربيع، المثلث ايه؟ قائم. قام في زاويه مين؟ إيه. الحرف اللي ناقص ده بي أيوة. سي، يبقى الحرف اللي ناقص ايه؟ يبقى قام في زاويه ايه؟ يبقى زاويه ايه دي قائمه. تمام. نعم محمد. يا مستر انا حليتها بحل تاني، قلت لو الاي بي تربيع بيساوي البي سي تربيع ناقص اي سي تربيع، يبقى البي سي تربيع وتر، والزاويه اللي ناقصه الاي يبقى الاي قائم على طول. ماشي برضه صح، برافو عليك، يعني دي او دي عادي اللي يعجبك حليت على طول. يلا. طبعا زياد انت بتطلع نص ساعه وتيجي تاني، بتريح لك شويه وتيجي، صح يا زياد؟ زياد اه والله. كنت طب فين انا كل ده؟ النت اصلا فصل. النت ايه؟ فصل اصلا. انت فاصل. النت فصل. ماشي يلا نعمل رقم 30. تمام. زاوية قاعدة المثلث متساوي الساقين آه متطابقتين. قد بعض متطابقتان. يلا زياد. قياس الزاويه الداخله للثماني المنتظم. هنقول القانون، ماشي يا عارف مستر. القانون؟ هياخد الزاوية تقريبا ضلع ثواني. واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة زائد لا، خمسة. ده بعض الاقطار، صح النون، ده الزاويه الداخله دي. ان ناقص 2 في 180 على ان، ودول 8 ناقص 2 في 180 على 8، واعملها على الآلة يطلع لك تقريبا 135. صح يا جماعة؟ صح يا مستر. تمام. اللي بعده. يلا يا سامح حمدي. عدد متوسطات المثلث القائم. سامح حمدي. عدد متوسطات المثلث القائم هو 3. عدد متوسطات أي مثلث 3. عدد متوسطات أي مثلث 3. فرق بين عدد المتوسطات وعدد المحاور. عدد متوسطات أي مثلث 3. تعال نروح للي بعده. اوبا الله، رسومات ده الواحد بيحب الرسومات. يلا يا ادم فاخر، رقم 33. ماشي. اي سي بيساوي اي بي أس 2 زائد بي سي أس 2، يبقى 3 أس 2 زائد 1 أس 2، يبقى 10 سنتيمتر. تمام. يبقى انا الاي سي اس 2 ده اصلا من فيثاغورس، ده الوتر عشان مقابل لل 90. اي سي اس 2 بتساوي سي بي اس 2 زائد الاي بي اس 2. تمام كده؟ طيب. فواحد اس 2 بواحد زائد 3 اس 2 بتسعة، واحد زائد 9 كام؟ 10. اللي بعده. يلا يا اسماء. إذا كان منقول دي اف بتساوي 15 سنتيمتر، فمنقول اي اف دي اف بتساوي 15، ف اي اف هتساوي 10. هنقسم ال 15 على 3 وهنجمع 5 و15. 3 ليه؟ 3 ليه؟ هو دي 3 حتت؟
دول حتتين بس، يبقى كل واحدة 7 ونص. احنا فهمت ولا ايه؟ يبقى ليه في 7 ونص؟ يعني طالما ده بيوازي ده بيوازي ده والحتت دي قد بعض، يبقى الحتت دي قد بعض، يبقى ده كله 15 15 على 2 يبقى كل واحدة 7 ونص. دي 2 بس، حتتين مش 3. ركزي. يلا يا ماريا. 35. ماريا. أنا أصلا التربية كم معلقة حاضر. في الشكل المقابل A دي متوسط في المثلث ABC فما طول BC. ده متوسط، استنتج ان ايه؟ ان دي فين؟ ينص في القاعدة. ان دي في النص، طالما ده متوسط يبقى دي في النص. يبقى كده 5 اكس ناقص 1 بتساوي كام؟ 3x زائد 5. 3 اكس زائد 5. هنقول 3 اكس بإشارة مخالفة، يبقى 5 اكس ناقص 3 اكس بكام؟ هنقول 1 تبقى 5 زائد 1 صح؟ تمام. يبقى 2 اكس بكام؟ ب 6. يبقى الاكس ب6. بكام؟ 3. الاكس ب 3. 3. الاكس ب 3. انا عاوز البي سي، يبقى البي سي كله. طيب هات البي دي الاول. هضرب 3 في 3 في 3 3 في 3 زائد 9 5 زائد يطلع كام؟ 9 و5 14. 14. وده زي 14 يبقى كله كام؟ 28. 28. تمام؟ حلو. محمد عبده، شايفين الصورة واضحة ولا لا يا جماعة؟ الصورة واضحة انا بحل ولا لا؟ اه يا مستر. واضحة. محمد عبده. بما ان الايه اللي هو متساوي ساقين، يبقى زاوية سي هتساوي زاوية بي، يبقى 180 ناقص 40 على الاتنين. جدع. 180 ناقص 40 على 2 يبقى كل زاوية كام؟ 70. 70. دي 70 دي 70 يبقى الاكس ب 70. مفيش 70 في الاختيارات، يعتبر دي 70. ماشي. اللي بعده. يلا يا يوسف حسين اتفضل. عاوز قيمة الاكس. يوسف حسين. ايوه يا مس. يلا عاوز قيمة الاكس. آه، لا آه، احنا س- مش هنا، آه، احنا مش هنا، معلش وش. 37 37 عاوز قيمة الان 37. امم طالما ده هتبقى تلات. طالما ده مثلث قائم، يبقى طول الضلع المقابل لل 30 نص الوتر صح؟ طالما ده مثلث قائم وفي زاوية 30، يبقى طول الضلع المقابل لل 30 نص الوتر. يبقى 2 ان بتساوي نص ال 12. نص ال 12 كام؟ 6. يبقى 2 اس 6 لان بكام؟ ب 3. اللي بعده. يلا ليلي. رقم 38. تمام. ممكن قيمة الإكس ماشي، هي كده البي سي تبقى ضعف الإي دي، فتبقى الإي دي كده بنصها تبقى 4. تبقى 4. يبقى الاكس ب 4. ليه؟ طالما الاي في النص والدي في النص يبقى الاي دي نص البي سي، يبقى الاكس ب 4. اللي بعده. يلا ريتاج. ما طول البي سي؟ البي سي 7x ناقص 10 المفروض بيساوي. الزاوية قد الزاوية والضلع قد الضلع والزاوية قد الزاوية تقابل بعض صح؟ يبقى المثلثين ايه؟ اه متطا بالظبط. متطابقين. يبقى ال 7 اكس ناقص 10 بتساوي كام؟ اكس اكس زائد زائد 20. 20. 7 اكس ناقص 10 بتساوي اكس زائد 20. هنقول الاكس هنا تبقى دي 6 اكس صح؟ اه ولا دي هنا تبقى كام؟ 30. 6 اكس 30 يبقى الاكس بكام؟ ب5. انا عاوز 5. البي سي، يبقى اضرب 7 في 5 ناقص 10. 7 في 5 ب 35. 35 ناقص 10 يبقى كام؟ 25. فهمتي ولا لا؟ انا اه بكتب بس عشان مفيش مكان يعني. اللي بعده. يلا يا حفصه. ما قيمة اكس دي اي بتساوي نص الاي سي، يبقى اي سي بتساوي 9. يبقى دي 9 بس، لان الاي في النص والدي في النص يبقى الاي دي نص دي. طب دي ب 4 ونص يبقى دي كلها كام؟ 9. اللي بعده. يلا يا مين؟ يلا يا حنين. رقم 41. طيب ما قيمة اكس هنعمل جذر. ده الوتر عشان مقابل 90 صح؟ ايوه. يبقى الاكس جذر الوتر تربيع ناقص الضلع والوتر ايه؟ تربيع ناقص ضلع تربيع. يطلع جذر 3. ماشي. اللي بعده. يلا يا لينا. رقم 42.
مع حضرتك يا مستر. أه هنعمل أول حاجة نجيب قيمة إكس. هنقول إكس بتساوي 2 إكس ناقص 23. ليه؟ لأن ده مثلث إيه؟ متصل ساقين وده عمود على القاعدة، لأن ده مثلث متصل ساقين وده إيه؟ عمودي عقاد. عمود على القاعدة. طالما مثلث متصل ساقين وفي عمود على القاعدة يبقى بينصف القاعدة وينصف زاوية إيه؟ زاوية الرأس. الرأس. فكده 2 إكس ناقص 23 بتساوي كام؟ إكس. 2 إكس ناقص 23 بتساوي إيه؟ إكس. إكس. هنودي إكس تبقى 2 إكس ناقص إكس بإكس. ودي بإكس سالب ناقص 23 تبقى كام؟ 23. يبقى دي كده ب 23. 23 ودي زيها كام؟ 23. طب أنا عاوز السي. هنقول 46 ناقص 180 على 2. 180 ناقص 23 على طول اجيبها من المثلث ده زائد 90 ورايح دماغي. فهمتي؟ ما هو ده مثلث مجموع الزوايا اللي جوه 180 شيل 23 هجيب دي. فهمت يا دكتوره؟ اوكي. يلا تطلع كام؟ هي هتبقى 113 يبقى 67. نعم يا سما. نعم انزل بشوف اطلع مش سامعك. ارفع الشاشة شوية كده يا مستر. ارفع الشاشه شويه. السؤال رقم 39 هو احنا سويناهم ببعض ليه؟ المثلثان متطابقان، زاويه قد اه زاويه وزاويه قد زاويه ودول عضلات المثلثين متطابقين. ماشي؟ زاويتين متطابقين. تمام؟ اللي بعده يلا يا لينا جاوبت. يلا يا ليندا. كان 43. يلا يا ليندا. ليندا طبعا بترد بعدها بشويه. ليندا سامعاني ولا ايه؟ انا عندي هنا ما قيمه A زائد B زائد C زائد D. انا عندي مجموع الزوايا الخارجه لاي شكل 360. مجموع الزوايا الخارجه لاي شكل 360. ماشي؟ اللي بعده يلا يا نعمه. كان 44 يا نعمه. تمام. إذا كان طول اي بي يساوي 10 سنتي فما طول اي بي مم. 20 سنتي. طالما دي في النص وده بيوازي يبقى دي في النص. طب ده 10 يبقى ده زيه 10 يبقى كله كام؟ 20. نعم يا دكتوره. مستر انت خرجني من اول السؤال 39 فممكن حضرتك تعيده تاني بس. يلي هات كل ده. ماشي. 39 عندي ضلع قد ضلع وزاويه قد زاويه وزاويه قد زاويه. كده زاويتين وضلع يبقى المثلث ده بيطابق ده صح؟ هيساوي 7 اكس ناقص 10 باكس زائد 20 واجيب الاكس ب5. اعوض عن الاكس جبت البي سي. تمام؟ تمام. طالما الاي في النص والدي في النص يبقى الاي دي نص الاي سي. ده ب 4 ونص يبقى ده ب9. تمام؟ تمام. هنا ده من فيثاغورس ده الوتر. فانا عاوز ضلع فالضلع بيساوي جذر الوتر تربيع ناقص الضلع تربيع. يبقى اكس بتساوي جذر 2 تربيع ناقص 1 تربيع تطلع جذر 3. تمام؟ تمام. تمام. تعالى الحل اللي بعده. الناس بتقول لي مش المفروض النهارده جبر. لا انا بحل كله. هنا يا ماما ده مثلث متساوي الساقين فيه عمود على القاعده يبقى هو بينصف القاعده وبينصف زاويه الراس صح؟ صح. طيب هساوي دي بدي 2 اكس ناقص 23 بتساوي اكس. هودي الاكس تبقى ناقص اكس يبقى اكس. وادي زائد 23 تبقى 23 يبقى اكس ب 23. عاوز اجيب السي. اعمل ايه؟ اقول 180 ناقص 90 زائد 23 جبت السي ب 67. خلاص؟ تمام. هنا A زائد B زائد C مجموع الزوايا الخارجه لاي شكل 360. وانت حضرت دي ولا لا؟ 44. الدي في لا النص برضه. وده بيوازي ده. الدي في النص وده بيوازي ده يبقى الاي برضه في النص. ده ب 10 يبقى ده 10 يبقى ده كله 20. تمام؟ تمام. ماشي. نعم انت جاوبتي صح؟ يلا زياد رقم 45. معك يا مستر رقم كام بعد 45. 8 كام يا مستر؟ اي مما يلي صحيح. بيقول لك هل اي الاي مما جي ب يلي 6؟ جيب الاي سي. جي ب 6 المفروض ده ب صح. 4 ودي من جهه راس ضعفها يبقى دي 8 صح؟ ايوه يا مستر 8 المفروض دي ب 8 3 ودي من جهه راس ضعفها تبقى ب 6. يبقى الاي سي. يبقى الجي سي ب 6 ايوه مش موجوده. هناخد الاختيار لان هو بيقول لك مين فيهم اللي صح. هل الاي جي ب 6؟ لا. جيب 6 لا. هل السي جي ب 8؟
سي جي لا. جي لا، ده ب6 غلط. هل السي اي ب9؟ سي اي ب9؟ لا يا مستر. سي اي س- صح يا سي. 3 و6 معلش يا مستر. ب9، يبقى هي دي اللي صح. والاي جي ب12، لا ده الاي جي ب8. خلاص، يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط، هي رقم جيب اللي صح. يعني ده نقطة تراكم المتوسطات. فدي الحتة الكبيرة ضعف الصغيرة، دي الحتة الكبيرة ضعف الصغيرة. نعمل ايه؟ مستر اسفة يعني عشان اوصل لغبي، احنا جبنا 9 ازاي؟ ما هو ده البي سي، الاي سي كله صح لهم 6 3 9. ماشي. يلا يا ردينا، رقم 46 وقيمة اكس. آه هنقول 3 إكس زائد 4 بتساوي 10. لأن المثلثين دول متطابقان، فيعمل لي هنا شرطتين وهنا شرطين، فالضلع ده زائد الضلع ده. 3 اكس زائد 4 بكام؟ ب10. 10. هننزل تحت كده، 3 اكس زائد 4 بتساوي 10. هو ده الأربعة، يبقى 3 اكس بكام؟ ب6. نقسم يبقى الاكس بكام؟ ب2، صح؟ وصار رقم 46. ماشي، بعدين كده جبت الاكس بكام؟ ب2، خلاص خلصت، صح؟ خلصت. ما هو مش كاتب ليه؟ اعتقد هو محتاج ممكن يكون اي اف، مش عاوز الاكس بس. يلا، هي الاكس ب2، الاختيارات كلها غلط، هنعمل دي 2 وناخدها. ماشي، الاكس ب2، الاكس بتساوي 2، الاكس بتساوي 2. تمام. شوف بقى، عاوز اي ضلع منهم وعوض عن الاكس عادي لو هو جاب لك كده في الامتحان يعني. يلا يا سما الصعيد رقم 47. 47 موقفة ان. الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، الضلع اللي قصاد دي مين؟ ده. والضلع اللي قصاد دي مين؟ ده. يبقى الضلعين دول قد ايه؟ قد بعض. يبقى ان زائد 1 بتساوي كام؟ بتساوي 3، يبقى ان بتساوي 2. 3. يبقى ان بتساوي 2. اللي بعده. يلا يا، احنا وصلنا لحد سما. يلا يا ادم. آه مثلث متساوي. لا، يبقى مثلث A متساوي بيساوي B. اضلاع. مثلث متساوي اه اضلاع. الاضلاع كلها قد بعض، يبقى كل زاويه بكام؟ 60. كل زاويه 60. يبقى يساوي 2 اكس زائد 14 بكام؟ 180. يقعد ب 60. يعني مش كل زاويه ب 60؟ ماشي. صح. يبقى جيب 60 ودي دي ب هدي 44. 46. هنقسم على الاثنين يبقى الاكس 44. بكام؟ ب 22. آه صح صح يا ادم، مالك؟ هو مش المفروض 60 ناقص 14 46؟ 46. انا عملتها كام؟ عملتها ماشي، ما تزعلش بس. ماشي. 46 نقسم على الاثنين يبقى الاكس بكام؟ 23. 23. يلا يا اسماء، عاوز قيمه الاكس. هنا ده مثلث متوسطين. 4 إكس ناقص 7 هتساوي 2 إكس زائد 3. ده متوسطين، يبقى دي بتساوي دي. يبقى 4 اكس ناقص 7 بتساوي كام؟ 2 إكس زائد 3. جمع الاكسات، جمع مع الارقام. الإكسات. 4 إكس ناقص 2 إكس. 3 زائد 2 7. إكس هتساوي 10، فالإكس 2 اكس هيساوي ب 10، يبقى الاكس بكام؟ 5. 5. يا جماعه في مشكله؟ تمام. تعال نروح للي بعدها. يلا يا مريم، هما اخر شويه دول بس. يلا مريم. لا لسه احسن. حاضر يا مستر. ما قيمة اكس؟ تمام. هي دي المفروض زاوية رأس عشان الساقين قد بعض. يبقى دي بكام برضو؟ 52. يبقى احنا هنعمل 180 ناقص 52 زائد 52 تمام. هيساوي 76 يا مستر. يبقى 2 اكس بكام؟ 2 76. اكس. نقسم على 2 يبقى اكس بكام؟ 38. حاضر. تمام. اللي بعده. تمام. يلا يا محمد عبده، رقم 51. تمام يا مستر.
إذا كان محيط المثلث ABC يساوي 18 سنتيمتر، فما محيط المثلث DEF؟ هو محيط المثلث الكبير، وعايز الكبير ب18، يبقى 18 على الاتنين جدع. يبقى كام؟ فيها التسعة قصدي. ليه بقى؟ لأن أنا عندي الدي إي نص البي سي، والدي إف نص الإي سي، والإي إف والإي دي نص نفس الإي بي. يبقى أنا عندي كل الأضلاع اللي هنا نص كل الأضلاع اللي هنا. طب ما كل الأضلاع ده يعني المحيط، يبقى محيط المثلث ده نص المحيط المثلث الكبير، يبقى 18 على 2 فيها كام؟ 9. التسعة. ممتاز. جدع. اللي بعده رقم 52. يلا يوسف حسين. إذا كان طول الإي سي ده كله ب 12، فما طول الإي إي ده كله ب 12. عاوز الإي إي. يلا يوسف حسين ما بيردش. يلا سامح حمدي. عاوز الايه اي. ال A دي هي ال AC ب12، ف12 على دول 3 يبقى 12 على 3 فيها ال4. يبقى دي 4 دي 4 دي 4. وعاوز الايه اي ب8. يبقى 8 زائد 4 زائد 4. ماشي. رقم 53. يلا ليلي. يلا ليلي. عاوز هنا اكس ناقص واي، دول مثلثين متطابقين، يبقى ده ادي ده. يبقى اكس ناقص 4 بتساوي واي زائد 5. هنقول الواي بيساوي مخالفة، تبقى اكس ناقص واي بتساوي 5 زائد 4. يبقى اكس ناقص واي تساوي كام؟ 9. بس دول مثلثين متطابقين، يبقى ده قد ده. يبقى اكس ناقص 4 بتساوي واي زائد 5. هنقول دي. يبقى اكس ناقص واي بتساوي 5 زائد 4 لما نقولها. يبقى اكس ناقص واي بكام؟ ب 9. يلا رتاج. رقم 54. التي ار ب 12. التي ار ده كله ب 12. 12 والاس والاس تي تي ب9، فما طول فما طول الام الام تي؟ تي. ده بكام؟ ب 12 12. صح؟ وده بكام؟ 9. هجيب الاس ار منين؟ من فيثاغورس. مربع. من فيثاغورس. جذر الضلعين تربيع صح؟ 12 تربيع زائد 9 تربيع في يطلع لي كام؟ 13 ولا 13. 15؟ يطلع لي 15. يبقى كده الكيو ار الاس ار كله بكام؟ 15. مش ده متوسط خارج من راس القايمه صح؟ نص ال 15 يبقى كام؟ 7.5. فهمنا؟ اقول تاني. انا هجيب الاس ار من فيثاغورس يطلع 15. طب ما ده متوسط خارج من راس القايمه يبقى نص الوتر يبقى 7.5. يلا يا ارين اتفضلي. تمام. مجر A، مجر زاوية A بيساوي 2 مجر زاوية مجر C. ايه؟ مجر دي اسمها قياس. إنها طول AC. مم. ال AC الايه زاوية الايه قد السي مرتين صح؟ طب ما هما أيوة الاثنين ب 90 عشان دي 90 يبقى دي بكام؟ 60 ودي بكام؟ 30. 30. طب مش انا عندي طول الضلع المقابل ل 30 نص الوتر؟ الضلع الوتر ب4 يبقى الوتر ب8. بكام؟ 8. فهمتي؟ أيوة. نحل الإحصاء ولا زهقتوا؟ لسه لما تقول السؤال ما هو عندي حصة الإحصاء 10 أسئلة هحلها أنا بسرعة. هحلها بسرعة. لسه نعم. هو السؤال الأخير مش فاهمه بس. مش هو بيقول لك زاوية إيه قد السي مرتين؟ مش بيقول لك الإيه قد السي مرتين؟ طب ما الإيه والسي مع بعض ب 90 صح؟ تمام. يبقى دي ب 60 ودي ب 30 بس. وطول الضلع المقابل ل 30 نص الوتر، الضلع ب4 يبقى الوتر ب 8. تمام. عاوز مركز المجموعة الثانية. أولا المجموعة الأولى من 5 ل 15، والثانية من 15 ل 25. يبقى دي الثانية. والأولى من 5 ل 15 والثانية من 15 لكام؟ ل 25. فمركز المجموعة الحد الأدنى زائد الأعلى على 2. يبقى 15 زائد 25 على 2 يطلع كام يا جماعة؟ يطلع 20. الحد الأعلى للمجموعة هو 10 والحد الأدنى 6. فمركز المجموعة الأدنى زائد الأعلى على 2. 6 زائد 10 على 2 يطلع كام؟ 8. إذا كان الحد الأعلى للمجموعة هو 18 ومركزها هو عاوز الحد الأدنى، المركز في 2 ناقص الأعلى. المركز في 2 يعني 15
ونص في 2 ناقص الأعلى 18. اعملها على الآلة. 13. 13 ماشي، تعملها على طول. الحد الأدنى هو 20 ومركزها 25. عاوز الأعلى، يبقى المركز في 2 ناقص 25 في 2. أنا عاوز الأعلى يبقى ناقص الأدنى اللي هو 20. يطلع كام؟ 30. بداية مجموعة 15 ومركزها 7.5، فهنا طول المجموعة. هجيب الأعلى الأول، هجيب المركز، هجيب الأعلى الأول، هجيب الأعلى. الأعلى بيساوي المركز في 2 17.5 في 2 ناقص الأدنى كام؟ 15. هيطلع لي كام الحد الأعلى؟ 17.5 في 2 ناقص 15. هيطلع لي 20. يبقى الحد الأعلى 20، يبقى الأدنى 15 والأعلى 20. طول المجموعة الأعلى ناقص الأدنى، الأعلى ناقص الأدنى، يبقى 20 ناقص 15 تبقى كام؟ 5. تمام؟ مجموع الاف 20، مجموع الاف اكس ام ب 200، فما الوسط بيساوي ايه؟ 200 على 20 مجموع الاف في اكس على مجموع الاف، تطلع كام؟ 10. مجموع الاف ب 50 برضه نفس الكلام، هتبقى 800 على 50 تطلع كام؟ 16. إذا كان مسقط النقطة دي على الموجود على المنحنى التكراري يحدد الوسيط على محور المجموعات، فما ترتيب الوسيط؟ ده الترتيب وده الوسيط، ده الترتيب وده الوسيط، ده الترتيب وده الوسيط، ده الترتيب وده الوسيط، ده الترتيب وده الوسيط. يبقى ترتيب الوسيط 35. لو قال لك الوسيط قول 5. تمام؟ مسقط النقطة دي الموجودة على المنحنى، فما الوسيط؟ احنا قلنا ده الترتيب، ده الترتيب 40. ده الوسيط، يبقى كام؟ 40. لو قال لك مجموع التكرارات، لو قال لك مجموع التكرارات هتقول تضرب ترتيب الوسيط في 2، 25 في 2 ب 50. لو قال لك مجموع التكرارات نضرب الترتيب في 2. ماشي؟ المنوال للتوزيع التكراري التالي هو، طب احنا عملنا يبقى هنا المنوال للتوزيع التكراري التالي هو، شوف ده المجموعات ودي التكرار. المنوال هو اكثر حاجه متكرره صح؟ اكتر رقم متكرر مين؟ يعني اكتر حاجه اتكررت ال 20 متكررت 12 مره، فالمنوال يبقى كام؟ 20. ولو رسمتها هيطلع لك اكبر عمود ال 20. فهمنا؟ يعني تمام. اكبر عمود ال 20 هتطلع لحد ال 12، فالمنوال هو اكتر حاجه متكرره، اللي متكرر كتير مين؟ ال 20. خلاص؟ في مشكله؟ تمام؟ طيب بس كده ان شاء الله. ميعادنا بكره. بكره بقى ان شاء الله هنعمل ايه؟ انتوا عندكم هنا مسائل محلوله. بكره واجب النهارده هيبقى ايه؟ ركز كده معايا. اخر الملزمه بتاعتك هتلاقي فيه امتحانات، تقريبا 7 امتحانات. 7 امتحانات صح؟ حلهم كلهم. 7 امتحانات حلهم كلهم. مستر هو 8 بكرة الساعة امتحانات كام؟ حلهم كلهم. خلاص يبقى انت عندك 8 امتحانات حلهم كلهم. نعم يا دكتور، نعم يا دكتور. بكرة الساعة كام؟ بكره الساعه كام؟ اه بكره الساعه 11 ان شاء الله. واقفل بس، اقفل بس الريكورد ونتفق الاول.